هو المخرج كريستوفر نولان. يا سلام. كريستوفر ادوارد نولان يعني مسرش يعني مسوي البطاقه المدنيه مالته. ترى انا ما ادري انا سويت قنبله بالضبط. ايوه بس انت عبست الدنيا يا حبيبي. ذبحت وادم انت. طن طن بالنص وطن طن. ذوقيا انا ما احب اخراجه ذوقيا. تعال جيب شيك وراك ها زين حبيب الكل. انا ما احبه هنزمر. هذا مو نويز، هذا الجرين كبر راسي. هذا في رايي عشان ما حد واللي بيسب خليه يسب وتستانس اللي يروح يذبح حد. حجي هذا مجرم اللي ماله بالفيزياء ومش عارف ايش ما راح يجيب الفيلم يقول ما عجبك خلاص. اللحن مال شنو هذا؟ الياقوت والانصاري. لولا إيه افلام ساعي صح اخلص والله يزفوننا العالم الحين. يقول ما عندكم سالفه مبلشين كذي. لا تكفى. ويلكم باك داود، حياك الله للمره الثانيه في الكوب. الله يخليك يسلمك. اول شيء في نقطه وايد لازم تنقال، ما يخالف بصير رسمي الحين شوي. اي خذ اول شيء شكرا لكم انتم كاهل البرنامج حبيبي، ولك، وشكرا حق المتابعين. انا ما توقعت ردة الفعل صراحة، كلش ما توقعت ردة الفعل الحلوة هذه. أقل ما يمكن انك زين الحمد لله. اشوانهم استانسوا على حكينا اللي سولفنا فيه. ترى في اشياء وايد نسيناها هذيك اليوم. اوكي نسينا فيلم فيلم ما تحكينا عنه عادي. ترى اذا تبي نزحلقه الحين على السريع اللي هو كان سالفه واحد عن الغزو. لا هذا خلصناه. خلصنا عنه. حدث ذات مرة في الصحراء نسيناه وما عادل. تحكينا على البرامج، بس مو مشكلة. حلو. احنا الحين خلينا نقول حق الناس شنو الشيء اللي انت اقترحته انت مع الفريق. صحيح. وليش احنا نطلع معاهم الحين. طبعا اللي يتابعنا هذه لأول مرة يشوف داود ويانا في الكوب. احنا عندنا حلقة أكثر ما تكون تعريفية عن حياة داود شعيل المليئة بالمغامرات والأكشن والشغف. أوكي. اللي حسوا الناس استلهموا منه كثير، وهذا واضح في ردود الأفعال وفي الكومنتات وردة الفعل بشكل عام عن الحلقة. الحمد لله. أنا استغربت صراحة مع إنه يعني لا تصير يعني ما أدري. لا أنت شو أنت مكانك هني ترى. إيه مو بودكاست ثاني ولا صح. ولا بدون ورق ولا محفوظ. هني عندي قاعد اطق من بعيد. زملاء ملوتك ما نقدر نقول. مع بعض احنا مع بعض. فاي مكانك بالكوب طال عمرك يلوق لك كذي وبين اهلك وناسك. أكيد. والناس اللي فاهمينك. لا في نقطة يعني ما نبي ندش بالمدح ببعض اليوم عشان الناس يستملغونا بس. لا ما نبي نمدح. بس انت تساعد وايد في ان الواحد حبيبي خلاص اللي بعده قاعد تمدحني. بس عشان اقولها عشان اكون واقعي. حبيبي اشكرك. انا ليش اليوم احنا بدون سماعات فقاعد احس ان صوتي مو قاعد يوصل. شوي مستحي منك. في شيء غلط اليوم غير عن العادة. قول فكرتك. الفكرة طال عمرك او طال عمركم انتم لان داود يدري عنها، هي ان نسوي حلقات انت سميتها سبين اوف. ما ادري سبين اوف من كوب تفلسف. زين اللي هي جانبيه تكون بعيده عن الحلقات الرئيسيه ونسولف فيها اكثر عن عالم السينما، مواضيع سينمائيه. خلينا نقول مثلا اذا الناس حابه بين فتره شنو مثلا افلام يعني مثلا يا نحلل مثلا شغل مخرج مهم. حلو. مثل حلقه اليوم مثلا. طبعا هو يابني حق مخرج يعني انا اعتقد انت اخترت الانسان الخطا حق هالمخرج. اي انا سمعك تسولف عنه وايد. اسولف عنه بس انا مو وايد من محبينه. بس تدري شنو سويت؟ درست لما قلت لي الحلقه. حلو. درست اشياء وايد عنه ويايت لك. فان شاء الله نقدر نقول شيء زين وحق الناس اللي لانه معجبينه وايد اكيد. وما ليش قاعد اتشندس لان كله لان المايك. اسمع هذا ليفل التشويق لحين ما قلنا اسمع. عرفت ليفل التشويق منو قوله؟ هو المخرج كريستوفر نولان. يا سلام. كريستوفر ادوارد نولان يعني مسرش يعني مسوي البطاقه المدنيه مالته. يا عيني عليك. تحديدا هو من مواليد بريطانيا من امريكيه. نعم. وولد في تاريخ 30/7/1970. تحمل الكثير من المصاعب في مجال صناعة الأفلام إلى أن وصل الليفل اللي هو فيه. نعم. طبعا بس قبل لا نبلش فيه من عندك أنا عندي بس معلومتين أساس إنه اللي ما يعرف من كريستوفر نولان. هو صاحب أشهر الأفلام بالفترة الأخيرة واللي من ضمنهم الأفلام المعروفة فيلم اللي لسه طالع وماكل السوق كله أوبنهايمر. فيلم انترستيلر، فيلم انسبشن، فيلم ميمنتو، صح، ذا برستيج، سلسلة باتمان ثلاثية دارك نايت كلها اللي هذه خصوصا هذه السلسلة هذه راح هذه غيرت وايد أشياء. راح الحين نتكلم فيها إن شنو غيرت. وفي ناس لها معجبين يعني خاصين فيها غير أفلام باتمان الثانية.
إنه قصدك حق يقدسون السلسله هذه. اي باتمان صح. هو هالثلاث افلام مو صح. الباجي اللي صح. صايره بس 3 افلام. صح صح. وهم عنده فيلم عن الحرب العالميه اللي هو دنكرك. نعم. هذا هم المثير للاهتمام انه هو نفس البطل مال فيلم اوبنهايمر. لا ما كان بطل، كان دور جانبي ثانوي. ما اعتقد ان كيليان ميرفي كان موجود في دنكرك. لا شنو قاعد طالع بحثي لا بالمقلوب. لا كان كيليان ميرفي موجود في سلسله افلام دارك نايت. كان دوره هذا اللي يلبس سكير كرو ما اعرف اقولها. اللي هو يلبسها هذا اللي يطلع بحلمك. اللي يطلع بحلم. بس كان يلبس خيشه. حلو عدل. لما كان يلبس خيشه. هذا كيليان ميرفي اللي هو بطل اوبنهايمر. مو قلت لك خش الحين ولا مجهز عدل. انت مجهز. كان دارس لان الرجال هذا انا شوف عشان اكون معك واقعي. انا كريستوفر نولان انا يمكن مو من معجبينه بس انا اهتم في اي فيلم ينزله لازم اروح اشوفه لانه هو واحد من اهم صناع الافلام اللي موجودين حاليا. ولكن يمكن ذوقيا انا ما احب اخراجه. ذوقيا اتكلم ذوقيا. هذا بالنهايه انا كيفي اصطفل انا مع رايي. انزين بس راح تسمعنا رايك ليش من الناس اللي يعني ماكو فيلم ما شفته له واقدر اللي يسويه بس عشان بس الانسان الخطا اللي انت لما قلت لي لما هو قال لي نبي نسوي حلقه عنه لان اوبنهايمر مسوي لويا وراح شاف تو اوبنهايمر. طبعا انت شفته بعدي فانا تعال عاد الحين بتذكر شنو. انا شفته اول ما نزل. انا ثاني يوم نسيت كل شيء. هذا هو 3 ساعات طويل 3 ساعات وكله غرف بس وسوالف. بس في في وايد اشياء نقدر نسولف عنها. راح نسولف ونحلل بعض الامور ان شاء الله. بس نقدر نونس المشاهدين المتابعين. ما ادري مشاهدين مستمعين. مو البودكاست يوهقك. ما تدري ايش تقول. ما تدري تكلم المايك مستمعي ما تدري طالع الكاميرا. انا اقول لك بدون السماعه قاعد اكندس ما ادري ايش فيني. المهم تفضل. لا ان شاء الله امورنا بالسليم. اذا في غلطات في الصوت ولا شيء نتمنى منكم تعذرونا. في غلطات هني الحساب هني بعدين. حاسب عمر. حلو. قبل لا نبلش نسولف عن كريستوفر نولان ابي تعطونا رايكم بالفكره هذه مالت السبين اوف. اذا تبون نكررها تكتبوا لنا في التعليقات شنو ممكن مواضيع متعلقه بالسينما نقدر ندردش فيها انا وداود ونبغى بعد ضيوف زياده غيري انا وداود. ممكن مو غلط نجيبهم ونناقشهم بالمواضيع. صح. فاعطونا رايكم فضلا ليس امرا في التعليقات. بالمره سبسكرايب بالمره وانت رايح. حلو. ابو سليمان قول لي. نبيك تسولف لنا عن كريستوفر نولان من وجهة نظر داود. حبيبي اول شيء انت شو تعرف عن الرجال او يعني متى بديت تشوف افلامه؟ انا بسألك انت. انا تعرفني اني بكل صراحة ولا احب الديكور ولا احب انه ادكور بشخص يعني. انا مالي متى عرفته؟ انترستيلر. انت سيد انترستيلر. الله يعني مو دارك نايت لان في ناس عرفوه بعد السلسلة هذه. لا انا لان في شيء شخصي بيني وبين دي سي بشكل عام. فانا ما انشد الى افلام دي سي. فباتمان هذا نفسه ما كان مأثر فيني. نوعد الناس بحلقه دي سي مارفل. نوعد الناس بحلقه دي سي مارفل بس انا اكون محايد عشان طلع لنا موضوع الحين. اي سجل عندك تحت التعليقات. فكان انترستيلر من الافلام او خلينا نقول انسبشن شدني من البدايه بس ما كنت مدقق انه هو المخرج. حلو. بس انترستيلر كان من الافلام الصعبه لان الشيء يشد فيه شنو انترستيلر انه كان مليء بالقوانين الفيزيائيه واشياء معقده جدا وقدر هو يعرض لك اياها. هو عنده ميزه انه يستخدم العلم داخل افلامه. صح. وايد سواها يعني ومن ضمنها انترستيلر اكثر شيء. مع انه هو يعني حتى مو دراسته اللي يعرف انه هو دارس ادب انجليزي شيء كذي. لا بس هو يبحث وطبعا هذول اغلبهم لما يكتبون السيناريو يجيبون يمهم علماء. ليفل انترستيلر وانسبشن وهذا لازم يكون كان معاه دكتور معين يسأله شلون اقدر ادش بالحلم. هل اقدر ادش انه يعني خلينا نفكر بصوت عالي فيساعد الدكتور في انه يقدر يطور من السيناريو ماله ويسويه شويه منطقي حق المشاهد. واصله معاي صحيح اكيد. زين على هالطاري مشهد لما كلم بنته وهو شوف هذا اللي لا بالمركبه مو بعدين اللي قاعد يشوف فيديوهات اللي بالمركبه لما يحاكيها اللي ما قاعد يحاكيها لايف قاعد يسترجع الفيديوهات. كان صح بس شافها عوده قاعد تكبر قاعد يشوف الفيديو قاعد يشوفها قاعد تكبر ورا بعض بال10 دقائق اللي هو دشهم بالكوكب هذا ورد مره ثانيه. يعني هو مو بشيت كثر ما انه في شيء قاعد يتعصر داخل. عرفت قاعد يتعافر وياك. اشوف انا ابكي بالافلام على فكره. مو هذا هو بس لما اكون بروحي اوكي او بالاحرى بالادق بالطياره.
بالطياره وايد تعيش. انفرد مع الفيلم. تعيش. اي انزين حبك دام ان انترستيلر جاينا بالطريق، بس حلو انك قاعد نتكلم فيه الحين، لان حلو إحنا- ان انت قاعد تسالني، إيه، حبيت. لا عشان نروح يعني. هل انترستيلر حسيت الختام بانه هو رجع حق البنيه انه خلاص يكمل حياته معاها او شيء كذي؟ اوكي، قرار سليم للبطل انه خلاص رد. هو ذكرني هو الزمن هو رد، لانه هو كان في المركبه يعني صحيح. كان الوقت يمر بسرعه، صح، بالكوكب الفلاني بالكوكب، فلما رد خلاص بنته عوده مش فيعيش مع منو؟ عدل. انت لما تيجي تفكر الحياه اللي فيها حوالينا كلها انتهت. رجع حق هذه البنيه اللي كانت معاه، اللي هي نسيت اسمها، الممثله اللي هذه كانت وي، وياه. هذه ما يسمونها. هي كانت وياه بنفس الزمن. فاخر شيء ختم لك على انه هو راح لها، اختارها. عدل. اوكي، احنا ترى عادي يا جماعه مو متذكرين، انا قاعد احاول بس خلكم معانا بالكومنتات. بس احنا الحين اهم شيء نحلل الاحساس. ايش رايك بالاحساس؟ ايش رايك بالختام؟ بالختام ماله ما اتذكر لقطه انه هو رد حق واحده البطله اللي معه. اذكر كانت اخر اللقطات انه هو خلاص هو الحين بعالم ما يفقه فيه شيء جديد عليه كومبليتلي، ولا احد من اللي قراب منه من اللي حوالينا موجود وعايش بهالعالم. فاختار هو. اي ما لقطه الاختيار مو حاضرتني. بس اذا كان انه اختارها وراح لها، لانه عشان يقدر كنا ما خرب حلاوه الفيلم. انا احس اذا كانت هذه اللقطه انت تبي يقعد وبنته عوده وكل شيء راح عليه، وتحس ان الزمن قول لي العالم اللي هو فيه وايد مبهم، ما يصير ينتهي بحياه سعيده وكذي وناسه وارجع. بس هو ترى ما ينهي سعيده، هو ينهي لك كذي وما تدري اذا هو راح ولا ما راح. انت فاهمني؟ اوكي. هو دائما نولان ينهي لك نهايه نظرات باي باي يلا كريدت عناوين كيفكم. اوكي بهالحاله مثل عفوا انسبشن لما هذه تدور، لان هي كانت هذه القطعه هي اللي تورينا انه هو بحلم ولا عادي. وكانت تدور، هل معناته عياله شافهم ولا في النهايه؟ فهمتني؟ صحيح. فهو شيطان يعلقك على اخر شيء. هو شيطان عنده هذه. انا فيني قاعد اتكلم عنه مع ان انا مو وايد. اوكي لا شوف انت من داخلك فيه حب. لا قاعد اقول لك احترمه. زين هو بس طبعا عندك نظره لا غير وجهه نظر بسولف وياك وراح اقول لك الاشياء يمكن اللي ما تيوز لي عادي. تمام. طبعا الريال مثل ما قلنا هو عنده عشق كبير للعب بالزمن. لازم تفهم النقطه هذه عنده. وين لاحظنا بافلامه؟ وين انت شفت مومنتو اول افلامه الهوليووديه؟ بس سمعت عنه وايد حلو. انا هذا احلى فيلم عندي حقه. حلو. هذا عكس القصه. هي القصه عادي تشوفها كذي ستريت فورورد اللي هي بدايه وسط نهايه، وهو قالها بالمقلوب. اوكي، نهايه وسط بدايه. ايوه حلو التحليل هذا اللي حلو انك سريع معاي بالهذا. فيلم عجيب. وثاني عندك زين فهو يحب يلعب بالزمن. اوكي. في المونتاج ماله، مونتاجه سريع. يحب يخلط اشياء مع بعض. يعني لو تشوف اوبنهايمر مثلا، ترى الفيلم تقدر تخليه وايد بطيء، مع ان الفيلم طويل، في ناس شايفته بطيء بس هو مو بطيء، وفيلم قاعد يركض. هو اسرع 3 ساعات مرت عليه. قاعد اقول لك الفيلم قاعد يركض. صح. منو هو لحظه هذا احساسه مطر ما كل ساعه يوريك هذا شنو، هذه مالت التفكير في الانفجار مال النووي نفسه. فكل ساعه يقطع لك قطعه شي فلاش باكيه خفيفه انه شنو قاعد يدور بذهنه شنو. فهمتني؟ صحيح. فقاعد قاعد يدخلك ترى وايد هذا المونتاج. يعني الله يعين المونتير اللي منتج الفيلم هذا. يعني السؤال لو بيشيكون 3 ساعات بعدين، انا قاعد افكر دائما احنا يعني نسوي احنا على اي موفي نسوي افلام ما لنا خلق ساعات نطالع اللي نشيك كذا القطعه صح ولا لا. هذا 3 ساعات شلون له خلق يطالع 3 ساعات؟ شوف انا اقول لك شلون له خلق يطالع 3 ساعات. لما يجيك بادجت 300 مليون دولار راح تطالع او شيء بهالعين بعدين طالع بهالعين كذي ما عندك اي مشكله. صح. بس لما يجيك انت قاض من جيبك ما وراك ودونك على فيلم يعني مالك خلق تتابع. الوضع السلام عليكم الله يعينك. وفي نقطه دائما عنده بافلامه شخص يكون مع البطل يعبر عنا احنا، عنده تساؤلاتنا احنا كمشاهدين. انا اقول لك دارك نايت عندك الفريد الشايب. انسبشن عندك البنيه الجديده اللي دخلوها اللي دائما كانت تسال، بنيه صغيره. ايوه هي الكاركتر اللي يتساءل دائما كاركتر، لان المواضيع اللي قاعد يسويها فيها وايد تفاسير لازم تفسر ومعقده للمشاهد. وما هي قصه بسيطه، هي قصه وايد معقده. فقصبا عليه في السيناريو يحط لك شخص هو اللي يسال اسئلتنا احنا كمشاهدين. جميل. فعندك بفيلم عندك انسبشن اشكره البنيه الصغيره هذه خالصين منها. حلو. دارك نايت الفريد دائما هو اللي يتحاور مع باتمان او شخصيه بروس وين. صحيح. ونعرف مشاعر بروس وين اكثر. ويا يبا ترى انا ربيتك ودير بالك على عمرك وساعات ما يطيع، يعني فهمت؟ دائما في بينهم هذا، وهذا دائما يجاوبه، دائما يقول له بعض الحكم
فاهمني؟ مع انه ما في تعقيد دارك نايت يعني ما في ذاك تعقيد، بس لا قصدي الشخصيه هو الحاضره هذه. لاحظ معي، هو نولان لما يكتب السيناريو عنده اشياء تفاسير معينه، هو رايح بهالمنطقه، فدائما يحط له كاركترات داخل الافلام. اعتقد انترستيلر، اعتقد اللي دائما يسال، وهذا اعتقد الالي هذا الغريب، اوكي اتوقع، ما ادري، انا كذي قاعد او الحوارات اللي بينهم. لاحظ ان في حوارات دائما بينهم، هي اللي قاعد تشرح هي يمكن البنيه هي وهم البنت، صح، هم البنت هي كانت اللي هي اللي تساله مستغربه من الوضع اللي الحاصل. فاللي نفهمه أنا دائما عندنا بافلامه شخص يعبر عنه احنا كمشاهدين، او يكون دائما هو وسيطنا اللي داخل الفيلم عشان احنا نفهم شنو قاعد يصير من اشياء معقده داخل الفيلم. حلو، فانت عجبني التحليل حق طريقه لا هو كريستوفر. زين، لا ننسى نولان عنده اخو يكتب معاه. اوكي، سيناريو وكتب معاه. فنولان يكتب، نولان هو اللي يكتب افلامه كلهم هو اللي يكتبهم. اوكي، فمو طبعا مجرد اخر فيلم معاه 2، اوبنهايمر معاه 2، بس قبل اول افلامه كلها مع اخوه جوناثان نولان. جوناثان لو تشوف اي مقابله له امريكي. يعني كريستوفر لا، لما يتحكى بريطاني، هذاك امريكي قح. وش مسوي جوناثان؟ هو اللي كرييتر واللي كاتب ويست وورد المسلسل. حلو جميل. لا هم مهينين، العائله تخرع. ومرت نولان منتجه، هي اللي تنتج افلام، او هي البروديوسر، مثل ثامر الحين شيء لما يجينا بعد شوي البروديوسر اللي هو البروديوسر الفني. فثامر نفس مرت نولان. حلو تمام. خوش شنو بعد بقول لك؟ اقطعها لا كم لا كيفكم بس لا هذه لا خلينا نقول مثلا ان اخو نولان كتب معاه مومنتو، وكتب معاه سلسله دارك نايت كلها، يعني معاه شارك معاه ببرستيج وانترستيلر. بعدين باقي الافلام نولان كتبها بروحه، ويمكن معاه ناس معينين، مثل الحين فيلم اوبنهايمر معاه 2 ما اعرفهم للامانه. هو طبعا ينقال بروحه، بس عادي انه يكون يشكل له فريق. هو لازم احنا لازم نفهم نقطه ان ترى الكتابه مو شخص واحد، هو بس مو ترى عاده في افلام تلاقي اسم واحد، بس ترى هو النص هذا اكتبه مع مجموعه عادي. أكيد. بس طريقه هناك النقابه وما شنو الامور هذه، ان في ناس ساعات عادي. تدري ان في شيء اسمه سكريبت دكتور؟ مار عليك شيء كذي؟ شنو سكريبت دكتور؟ سكريبتات اسمه سكريبت دكتور، هو شخص يسمونه سكريبت دكتور، او انا اسوي دكتوره على سكريبتك، كني اعالجه، عشان شيء اسمه سكريبت دكتور. فهو اسمه دكتور لانه دارس يعني؟ لا مو هو لا اسم شلون اقولها، اسم النشاط هذا سكريبت دكتور. يعني مثلا انا الحين عندي كاتب سيناريو، حكيم السكريبت يودون عنده السكريبت، شوفه يبا شنو في مشاكل وين، وهذا يقول لهم مثلا في القسم الاول في الاكت الاول صار عندكم كذي، يبا ترى ما له داعي تقولون هالنكته، هذه النكته راح تخلي المشاهد كذي، ليش ما تخلون هذا الحدث يصير قبل مو بعد؟ هذا يسمونه سكريبت دكتور. كل افلام امريكيه فيها سكريبت دكتور، بس ما يكتبون اسمه، هذا من ضمن البروسيجر. أوكي. يعني من ضمن الكتابه هذا. أوكي. خلاص انه يا جماعه عادي نولان هذا ولا تارنتينو اللي الحين الناس ميتين عليهم عجيبين، لا اخوي، هذا مثل اللي ما ادري ايش اقول سيناريو، لان في فلوس ملايين بتنقط. حجي درينا انك مبدع. تعال جيب شيك وراك ها زين. اوكي تمام. واحد شي بليه عود راسه عود شي سكريبت دكتور. لا اوكي هذا الحدث تمام. خليه يقول كذي، وما يلبس لاب كوت. لا ما يلبس لا وفوق بنكه بعد ما يندرى. زين اقول لك، فهذه نقطه وايد مهمه الناس يمكن ما تدري عنها، ان اغلب او مو الاغلب هوليوود، لانها هي صناعه وملايين، وهو لان الاندستري وايد عود فما جازف ان شخص واحد يكتب بالضبط. شخص واحد يخرج، فعادي اكتب وعطنا نسختك، بس ترى راح نمررها على بروسيجر معين عشان نعرف ان اكيد نقدر ندفع هالفلوس، لان في فلوس وايد بتنقط. انا ممكن اقط فلوس توهقني، انت تخسرني. صح. فالموضوع ترى مو فانه هالشيء مثلا حلو بس لانك انت شايفه حلو، والله لان اكثر من راي شايفه حلو. ايوه كذي رايك بروحك في حلو. نقطه بعد حق الناس لازم ينتبهون لها، او يعني قصدي دائما هي معلومات سينمائيه. اول 10 صفحات، طبعا هوليوود شركات الانتاج وايد فيها سيناريوهات. حلو. اول 10 صفحات هي اللي تحدد اللي هذا الشخص المسؤول عن قراءة السيناريو، هي اللي تحدد إذا السيناريو هذا أوديه حق مديري يقرأ، ترى هذا انترست نقدر ننتجه أو لا. إذا 10 صفحاتك الأولى يا كاتب سيناريو أي واحد الحين، طبعا هذا ستاندر برا أدري الحين، يعني إذا ودكم تكتبون برا هذا الستاندر، أو إذا قلب أو إذا ستاندرنا بالكويت صار كذي، يعني هذا قصدي.
اول 10 صفحات، لان اول هي 10 تحدد صفحات جودة هي اللي تقول ان البطل هي كذي. حلو. بس عرفناه شنو هذا؟ وعرفنا اللي هي مشكلته. حلو. يلا نكمل ولا لا؟ اوكي اذا 10 صفحات مالتك بس هذره وما ندري البطل ايش بيصير فيه، ما راح اقرا لك السكريبت مو كله معقول عشان انا بقرا أصيد. السكريبت كله عشان اروح انا هذا. اي فهمتني؟ فهي من اول 10 هذه صفحات. مهم. اي نرجع حق نولان باشا. نولان باشا خلصنا من اخوه. خلصنا من اخوه. ومرته. الموسيقي اللي دائما يشتغل وياه حبيب الكل، انا ما احبه، هانز زمر. حلو. تقول لي ليش؟ اي انا اكيد بسالك ليش، لان افلام الموسيقى مالت افلامه هي الاحساس كله. ادري احساس يوصله كله بالموسيقى. صح بهذا صح. انا هانز زمر هذا ذوقيا، انا ارد واكرر ترى انا نولان وزمر هي ذوق انا ترى، بس انا ما ابي افرض ذوقي، بس انا بقول اني انا بتكلم عن ناس انا مو وايد. حاول تقنع اللي ميتين على نولان وغيره برايك. لا ما اقدر هي ذوق يا جماعه. كأنك انت تحب مطرب معين وفي مطرب ثاني انت ما تحبه، عادي هي ذوق. بس انا قاعد اقول ان انا بتكلم عن شخص بحاول انصفه يعني عشان ما يصير انه انا يعني لا. هانز زمر انا بالنسبه لي اكيد فنان، واكيد هو واحد من اهم الناس الموسيقيين في صناعه الافلام. انا احب له لاين كينج كموسيقى، واحب له جلاديتر. شكرا. عشان بعد ما يعني هو غير كريستوفر عنده افلام يعني. اي بس المشكله شنو؟ انا ما ادري يعني هانز زمر مشكلته انه انعرف بعد مع نولان، والهبه صارت مالته مع نولان، مع ان الريال من زمان لاين كينج. قاعد تقول لاين كينج اي وجلاديتر. انت ايش قاعد تقول انت؟ ما ينطر نولان. لا يعني انت ريال قديم، هو الماني ترى. زين، وعنده استديو عود، وداخل استديوه عنده كذا استديو صغير يجيب فيه موسيقيين صغار، واغلب الموسيقيين اللي قاعد تشوفهم يسوون نفس اجواءه ترى طالعين منه هو. مدرسه. اي عنده مدرسه للموسيقى. هو عنده خلطه ما بين الالات الالكترونيه. لانه هو لو انت شفت غرفته هانز زمر، اذا في أنا احد والله بيني وبينك ما كنت ملقيه وجه ولا معبر انه في شخص ملازم نولان بافلامه ويسوي موسيقى وثابت. بس موضوع الموسيقى بافلام نولان وايد واضح. الشعور وايد واضح. لا ومهم وايد، لان لو تنشال الموسيقى راح تفقد شيء وايد كبير في فيلم نولان تحديدا، وهي الضخامه. ضخامه الاحساس. طبعا انترستيلر موسيقته ثيمه هذه ينوا الناس والتفاصيل اللي وتفاصيلها واحساسها. تخيل تشيلها، وين الاحساس؟ راح يروح، لان هي مكملات. صح. صوره، موسيقى، اداء، كله بالفريم. المهم نولان هذا قصدي هانز زمر مثل ما قلت لك هو خلطته ما بين الكمانجات او الالات الاوركستراليه مع اشياء الكترونيه. لو تشوف غرفته راح تلاقي طول على كبر غرفته عنده غرفه عوده وفيها اجهزته وفيها اورج كذي، وعنده مثل شغلات يسمونها سينث ما ادري. المهم اللي هم يكون صوتها ديجيتال. ايوه ديجيتال. فيطق دقمه يسوي كذي يعني شيء كذي، شيء مو ساوند افكتس تمام. هذا شيء مو آلة لايف، قصدي شيء يعطي هالاجواء هذه اللي هو شاطر فيها جدا. مرت هذا الظاهر انه لكش تمام مع نولان. اللي يبي نولان حلو. يعني صارت اللغه البصريه مالت نولان متلازمه مع الميوزك الالحان اللي قاعد يطلعها هانز زمر، فصارت انهم صار في توأمة موسيقية. هذا بأي فيلم اللي هم تقريبا إذا بقول بلشوا مع بعض يا طويل العمر. أعتقد باتمان بينجنز، يمكن إنسوميا هم مع بعض، بس باتمان بينجنز هو الفيلم الصجي اللي برزهم مع بعض. اللي هم برزهم مع بعض. اللي خلى لأن أنت لما تيجي تسوي باتمان بينجنز أنت عندك باتمانات قديمة وعندك لحن باتمان قديم. صح. فلما تيجي تسوي باتمان بينجنز معناته أنت لازم تسوي لحن جديد. فصار في تحدي بهوية القديم. بهوية لا هوية أخرى بعد الحين راح نسولف فيها، بس خلني إلا. أنت قلت لي نقطة حلوة عن أفلام كريستوفر، إن فيلم مو باتمان بيجنز، هم ثلاث باتمانات. باتمان بيجنز، ذا دارك نايت، ذا دارك نايت رايزز. ذا دارك نايت هو كان نقطة مفصلية. هو مو باتمان بيجنز، مو الأول، الثاني نقطة مفصلية بحياة نولان. كريستوفر نولان. قبل دارك نايت كان حاجة عليك، الحين نقعد وبعد دارك نايت حاجة ثانية. الحين أقعد أفصل. لأن أنا شخصيا عرفته بعد دارك نايت، عرفته بانترستيلر. كانت حوسة. كانت لويا أذكر لما نزل دارك نايت، يعني الناس كانت تدشه 3-4 مرات أذكر. هذه يعني باتمان. لا تدري شنو أنا والله ودي أقولها بعد شوي، بس بقول لك إياها. لا دارك نايت الجوكر كان هو المكتسح. صح كان. وفي نقطة وايد مهمة عشان لا انساها،
ثلاثيه باتمان انا بالنسبه لي اشوف اللي كانوا اهم كثلاث قصص هو ركز بالاشرار اكثر من باتمان. لو تلاحظ بالثلاث افلام هذه. الاشرار الباور مالهم واحساس الفيلم كله الاشرار هم اللي تحس هم الابطال اكثر من باتمان. باتمان المخلص اكيد اللي بينهي من الشرور وكل شيء انا فاهم. بس احنا حسينا التركيز كله كان على الاشرار انا في اعتقادي. هذا التوجه انا ملاحظه بوايد افلام ومسلسلات بالفتره الحاليه ان احنا نروح نزيد من شعبيه الباد جايز الاشرار عشان تصير مغامره البطل وايد قويه. خليك مغامره ترى قدامك جبل. انا قاعد اتكلم عن استعطاف الاشرار يعني على سبيل المثال صار في الجوكر تالي على سبيل المثال الجوكر سووا له فيلم والناس تستعطفه. اوبنهايمر نعم بس اوبنهايمر كان الروح القنبله النوويه فانت تطلع به الاستعطاف إنه بنسولف عنه تالي وايد عطنا ترى انا ما ادري انا سويت قنبله بالضبط ايوه بس انت عبست الدنيا يا حبيبي ذبحت اوادم انت بس والله ما هم قالوا لي انت لحظه بتسوي قنبله حق شنو وين بتفجرها هذه صدق هذه وايد تناقشنا فيها انه يا حبيبي اطلع لك اياها هو انه شوف ترى من وجهه نظره هو ما له شغل انه ما له شغل وبس سواها بس اجين يعني وشاف السيارات تروح شفت لي بس خلاص ترى انت سويتها. نفس الشيء بابلو اسكوبار اكبر تاجر مخدرات بالعالم خلونك تحب تستتعاطف مع الاشرار. قاعد فاذر وتشوفه العائله مع انه قاعد يذبحون الاوادم هم صح بس خلاك تحب العائله لان العائله اهم شيء وتستانس انه يروح يذبح احد حجي هذا مجرم بس السينما كذي السينما احس هذه حلاوتها اكثر من حلاوه ان تتعلق بالبطل. اكيد ان يجيب لك شيء جديد يجيب لك مثلا وهذا اعتقد في مسلسل ما اقطع كلامك في مسلسل مال مسلسل هو دوكيومنتري نوعا ما عن جيفري دمر اللي تو نزل اللي قصص اوادم اذا انا شفت المسلسل يعني تنقرف طول المسلسل صح. بس في الحتت اللي تتعاطف معاه انه مسكين ترى هو قاعد يسوي شيء لانه عنده شيء لانه مجنون بس قاعد بهوادم يا جماعه بس قاعد يحطه بمطاره يحطه بالثلاجه ما يسوي. تدري ليش انا احس كذي احمد وين رحنا؟ اعتقد صار في اشباع في القصص اللي هي البطل اللي ذيك اليوم قاعد اتناقش معاك فيها اللي هو التوم هانكسي اللي هو بطل عنده كذي والله ويحلو ويزين وتخلص خلاص الناس تبي تشوف عاد العكس. وهذا اتوقع الجوكر له علاقه فيها اللي هو خلينا نشوف مشاعر الباد جايز صح وليش صار باد معاي شلون اتوقع لان بهالثلاث افلام مالت باتمان الناس حبت شخصيه جوكر تعلقت فيه ونست باتمان وساعد وايد موتة الرجال بعدين فانه يصير شبح صح. حتى في الميكينج مالوت البلوراي والدي في دي لما تشوف دارك نايت ماكو ولا لقطه حقه هو انه يسولف لا هم يسولفون عنه فخلوا الموضوع حيل ميستري يعني يعني مثلا نولان يقول والله لما يبناه في المشهد الفلاني بعد يحط لك لقطه انسرت صورته هو بس ما يحط لك مقابله حقه فصار الموضوع انه كنا مموتينه وهو لابس الجوكر وهو بمكياج الجوكر فصار غامض اكثر من الشخصيه نفسها يعني خلوا الرجال صدق خلوه اسطوره صحيح. حتى الممثل اللي هو هيث ليجر خلوه اسطوره وكنا عطوه اوسكار ترى عطوه اوسكار حتى وهو ميت يعني تكريما له فلا هم حتى الاعلاميا لعبوا شو يسوي فيهم بالقبر مسكين خلاص يمكن خذوها حطوها يمه دفنها يمه نرجع الموسيقى هو في اواخر الافلام اللي هو اخر فيلمين اللي هو تنت و هذا اوبنهايمر اشتغل مع موسيقي ثاني ليش لان هانز زيمر لاهي في فيلم ديون اسمه ديون بلا ما شفته هي رواية معروفة وفيلم كان قديم مسوينه بالثمانينات حلو اسمه ديون كله بالبر لا ما مر علي كنا نظام قبائل بس كنا مستقبلية ما تنصحني والمتابعين والله انصحك اول جزء شوية متعب بس اعتقد الجزء الثاني راح يكون افضل وايد جزء وايد تعريفي وايد قاعد يعرف لك منو هذول ومنو هذول لان هي صراع اوكي ويونيفرس غير يونيفرس غير خلاص الثاني اتوقع ذيك اليوم حطوا دعايته اتوقع انه راح يكون خلاص راح ندش بلب القصه حلو فهني زمر عايش حيل مع هالفيلم فمعتذر الظاهر منه بس شنو سوى راح ياب موسيقي يسوي نفس اجواء زمر حتى لاحظ الظاهر من اللي قاعدين وياه بالغرفه من اللي قاعدين وياه بالدار نفسه بالضبط هو نفس الموسيقي اللي سوى ماندلوريان
المسلسل. أوكي. موسيقى ناسي اسمه صراحه، ما حطيت اسمه. مسلسلك المفضل؟ اي احب انا، هو متقن. لان ليش مسلسلي المفضل؟ لأن ستار وورز. مو بس ستار وورز، لا عشان لا تنفهم غلط ارجوك. انت نفس اللي يحبون افلام كريستوفر لانه بس كريستوفر. لا راح تحتاج. انا اقول لك ماندلوريان وايد في ترى سبين اوف ستار وورز مو حلوين ما شفتهم. ماندلوريان اللي حبيته فيه انه هو قصه كنا شخص كابوي بس بالفضاء. صح هذا اللي حبيته. وانا احب افلام الكاوبوي والشخص اللي باونتي هانتر اللي هو صائد جوائز ويروح عنده مهمه ولازم نصيد هذا لانه راح تكسب بيزات، وفي مهمه وايد تعرف انت. انا اموت في الحاجات الاحساس القديم ما ادري، بس هذا هو انا ماندلوريان حبيته. اول سيزون ثاني سيزون حلو، ثالث سيزون مو حلو. ستار وورز الروح مالته كامله كذي انه يعني القضايا القديمه على الفضاء. لان ستار وورز هذه بعد معلومه كذي انقطع دام ان كل شيء له علاقه بالسينما. جورج لوكاس لما كتب ستار وورز كان متاثر في الساموراي، افلام الساموراي اليابانيه وبالافلام الويسترن، فسوى الخلطه مالته هذه. حتى لاحظ شو اسمهم جيداي ساموراي، جيداي ساموراي. ها فهمت الرابط؟ فضاء بس مو اسلحه، فضاء وفرسان يدافعون، عندهم ريبليون او يعني عندهم ضد الامبراطوريه نفس الساموراي، فرقه تحارب عشان شعبها ضد امبراطوريه عوده تبي التحكم في المدن. صدق طاح من عيني اكثر ستار وورز. ليش؟ بسطت لي اكثر بس لا والله في ترى الفن له تاثير. احمد شفيك يعني الناس تتاثر ببعض اكيد يعني اكبر يعني. بس ما كان واضح وايد بالنسبه لي ان الساموراي له علاقه بستار وورز. بس وضحت هو هذا اللايت سيبر، اللايت سيبر هذا. فانت نفس لو تشوف الفيلم وتكون عندك يعني كم مشاهده حق فيلم ساموراي راح تلاقي نفس يعني هو مو نفس الشيء بس قصدي نفس الروح اللي هي اكو ابطال اللي هم الريبليون. اول مره اقول كلمه انجليزي اعرفها بس ما اعرف اقولها بالعربي. حلو ابيك تعيش متمردين لان انا مو كذي. ناس متمردين على حكم امبراطوريه تبي يعني تدري اللي هم يبون يغزونهم وهالامور هذه. القصص هذه عالميه اساسا يعني ها مو شيء جديد صحيح. بس شلون تجيبها وتخليها حلوه وتخليها بثيمه الفضاء. بثيمه هذا حلو. حتى ترى دارث فيدر لو تشوف شكله ترى يشابه اي ساموراي لابس قناع تشوفه من رسومات. اي لا تفكر فيها ترى مو الينز مو فضائيين مو عايشين بالفضاء بالضبط يعني. انزين لا منطقي. للحين احنا في معلومات نولن. يس وما وصلنا حق الحين ما دشينا على الافلام. الحين انا الحين خلصنا من موضوع الموسيقى. ندش لك في اهتمام نولن في موضوع انه يروح يصور في كاميرا سينما في وقت ايام الديجيتال. خلاص احنا الحين اغلب الافلام قاعده تتصور بكاميرات ديجيتال اللي هي الاري وغيرها. زين قبل لا ندش نتعمق اكثر بهالموضوع نقدر ناخذ لمحه سريعه عن الفرق بينهم. يعني انا سامع ان فيلم اوبنهايمر تصور بكاميرا اي ماكس 70 ملي. الحين اقول لك وفي فرق في اي ماكس عاديه وفي اي ماكس 70 ملي وفي لا هو الاي ماكس واحد عيل صالات العرض فيها فرق. لا في فرق اللي هو اي ماكس ديجيتال واي ماكس الفيلم 70 فيلم خام. حتى هني هو يعني من ضمن التسويق ماله هم نبيكم يعني تروحونها بصالات اي ماكس مو اي صاله. يعني شويه هو يضحك بالسالفه هذه بس هو عود الناس اللي هو تدرون فيلم اوبنهايمر كم ميل لو تفرش الفيلم كله كنا طريق يعني فهمتني. فهو وايد هو كل افلام شيء صح. فكل افلام يسوي شيء حركه اللي هو لازم تشوف الفيلم لانه ترى كذي. ففي ناس تروح على السمعه تدري بس انت حدي ما راح تركب الفيلم يعني انت ما راح يعني تركب سيارتك وتركب فوق الفيلم ما راح يعني بس كذي هو الرجال لقى طريقه ثانيه في التسويق. بس يفرق انك تصور بالاي ماكس 70 ملي الحين بشرح لك شرح بسيط. شنو الموضوع؟ هو طبعا لما يروح لها صار طبعا هو بعد ما نجح صار عنده كلمه عند شركات هذول اللي هم وورنر وغيره اللي هم الشركات اللي اشتغل معاهم شركات الانتاج يعني شركات الانتاج انه يا جماعه انا ليش ما نروح نصور كاميرا سينما مثلا. هو الوحيد الحين هو مع سبيلبرغ ومارتن سكورسيزي يعني هو واحد صغير ترى بس هو صار حال هذيلي الكبار اللي صار لهم دهر اللي هم لما يقولون نبي نصور كاميرا سينما اوكي بعطهم كاميرا سينما. ليش؟ لان اساميهم عوده فهو وصل لهم بسرعه يعني وهو وايد صغير بالنسبه لهم هو بيبي يعني بالنسبه حق الاسامي اللي ذكرتها. الفيلم الخام احمد فيلم خام
يعني كاميرا ولا لا 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 لا, لا يعني فهمتني. انا فهمت واحنا سولفنا بحلقتك كنا قاعد نشرح سالفه انك شلون يعني تصور بفيلم يعني. الفيلم الخام العلبه 10 دقائق. حلو. احسب كم علبه كل 10 دقائق اللي وراه كم علبه حجي. مو سالفه امسح ميموري فرمت صور فوقه وكذي. تدري ان في انا وايد يمكن بشوط بس شغله بالمعهد قبل معهد السينما سمعت في بعض معاهد السينما يقول لك سوي فيلمك القصير بس انا راح اعطيك 5 علب بس 50 دقيقه يلا فيك خير. تحدي هذا تحدي، واذا رديت لي علبتين لك علامه. فانت كل ما تختصر اكثر شلون تقدر تصور صح. وتدري ان انت اي ترى مو سهل لازم تصور صح. ديجيتال الحين نقعد نصور على كيفنا وقط عندك لابتوبك هارد ديسك شحالاته هني. ومن ناحيه البوست انك تعدل على الحين قبل كان الموضوع بروسيجر طويل ما ادري اذا تبي نقوله بس انا ودي اذا تبي اذا الناس استانسوا نسوي حلقه كامله عن امور لان عندي لك وايد معلومات اذا تبي البروسيجر وشلون وشنو اول شيء يسوون كذي. دنيا أوكي. يعني راح هذه الحلقه اذا سويناها اعتقد اي واحد يروح يشوف فيلم قديم لازم يصفق لان عشان يطلعون هالفيلم كذي مروا بهالتجربه هذه كلها. تخيل احمد يعني جميل. تخيل يعني فلا نبي ناخذ بصوره بسيطه الفرق بينهم بين ديجيتال. لازم تعرف نقطه. طبعا اول ما صار اديسون الحبيب المخترع ما غيره حرام العود سوى من هو يبوق اختراعات ما يخترع كيف هذا. لا انت بس انا الحين بقول لان هي انحطت باسمه يمكن في واحد هو اللي سواه من الجماعه اللي عنده بس انحطت باسمه. هو كان راعي شركه زين شو اسمه يعني هو هذا خوش راعي شركه. ما ادري اذا هو سوى الفيلم الخام بس هو طور الموضوع. فيلم الخام بالبدايه كان 35 حجمه 35 ملي. شفت الافلام قبل نصور فيها فوتو هذا الفيلم الخام بالبدايه كان هذا طريقه. المهم انه طريقه ان لما انت تصور تدش الضوء صورتك تصير داخل يعني مثل تتبطل فالكاميرا مالت السينما هي الحين بس هذه الصوره الفوتو العاديه كاميرا السينما تسوي شيء تشينج فيصيرون كذا صوره كل ساعه تبطل فيدش ضوء يعكسك انت تصير انت داخل الفيلم الخام. خلصنا فريمات ورا بعض فهي تسوي كذي. اعتقد الشرح شو اسمه بسيط اي خلاص واضح. الفوتو واحده الكاميرا السينما فيها مثل ماكينه تخلي الموضوع يسوي شيء الشتر يتبطل والفيلم يبتدي اسكان حلو ويلزق بالموضوع. فاول شيء 35 بعدين عاد خلاص لما صار في صناعه يا جماعه هذا الستاندر يلا هذا الفيلم اللي سووا منه كاميرات وصار في صناعه سينما وهذا الفيلم الوحيد. بعد فتره شافوا ان هذا مكلف يعني ان هذا خلوه حق الافلام الكبيره. نبي مثلا نسوي وثائقي نبي نصور شغله حق التلفزيون سووا شيء اسمه 16 ملي اصغر 16 ملي. وشنو صارت البكره مالته اكبر انه لانه صغير فتقدر تحط مثلا اكثر 15 دقيقه فتقدر. 16 ملي كان يستخدم استخدامين حق الافلام الوثائقيه وحق صناع الافلام اللي على قدهم ذاك الوقت المستقلين اللي ما يقدر ياخذ 35 ياخذ هذه ويسوي منها فيلم قصير. 35 16 هو 16 صغير اي 16 حجم بالملي ويصير النويز فيه وايد احمد لانه صغير فاي عشان نقطه ليش ذا الحبيب يروح حق الكاميرا الكبيره كل ال 70 ملي هلبلي نقصد بالحبيب هنا نولان 70 ملي الفيلم هلبلي ايدي صح شفنا الصورة. فكل ما يكبر الفيلم النويز مال الصوره يقل للمشاهد كل ما يصغر الفيلم يصير النويز اكثر. فكل ما كبر الفيلم صار التحدي اقل اللي هو مو نويز خلينا نسميه جرين يسمونه جرين في لغه السينما اللي هي الخربشه تزيد كل ما صغر فالتحدي عليك اكثر يكون كل ما صغر الفيلم كل ما رحت ابعد بس ال 35 كان بين البين حلو يعني عشان شيء ستاندر وتكلفته وايد زينه حق صناع الافلام والمنتجين. فاذا انت مبتدئ طق لك 70 يعني 16 ملي ورفيجنا مو قلنا 70 لا الحين بروح ماكو 70 لا 70 ذاك هذا اذا يقدر يشتري فيلم واحد زين ترى والله فرفيجنا ترى مصور بجميع هذا يعني اول فيلم له هذا فولوينج صوره 16 ملي حلو. فرفيجنا مار على انزين مار على كل افلام ما يصور ديجيتال كلش لا ما صور ديجيتال تخيل كل شغله افلام ما يبي هو وسبيلبرغ ومنو وحتى تارانتينو كلهم سالوهم قالوا راح اشتغل فيلم لين اخر معمل يظل في هوليوود اخر معمل يحمض افلام لين اخر معمل لما يسكر اخر معمل ذيك الساعه اروح ديجيتال. شوفوا هم وين واصلين زين والله. وتارانتينو يقول انا ليش اسوي فيلم حق شاشه تلفزيون كنا شاشه تلفزيون عوده لا
انا اسوي فيلم سينما تشوفه في سينما كذي يعني. شوف كل واحد فيه طبعا كل واحد فيه مبادئ طبعا سوري يعني كل واحد فيه متحكى كذي لانه هو يقدر يشتغل فيلم، لكن احنا ما نقدر نقول كذي يعني. خلينا نستريح احنا ما نقدر نقول اخر معمل اي معمل خليه يستريح يعني. قاعد اقول لك هم لان يقدرون الاسامي كبيره يقدرون، فانت المقصد ان لا احد يطلع من ربعنا يتكلم يقول لا ما يصير ما يقدر ما تسمح له ما يصير. في قياس 8 ملي هذا تسوى حق الهوم فيديو حق العائلات، بيصورون عطلتهم بيصورون طلعتهم اللي كان موجود هذا كان موجود وكان موجود بالكويت التسعينات خلينا نقول. لا التسعينات خلاص دشينا فيديو لغى، اواخر الثمانينات او اواخر نص الثمانينات وقف هذا. وهذا مو هو الفيديو نفسه؟ لا مو شريط؟ لا هو 16 هذا اصغر 8 ملي، هذا مو نويز، هذا الجرين كبر راسي يعني النويز هلبلي. روح شوف اي شيء اكتب سوبر 8 وبعدين سوى سوبر 8 وايد معلومات راح الناس يكرهونا. لا خليك بس يعني المهم نرتبهم احنا الحين نسوي حلقات وايد. 8 ملي حلو. 16 ملي 8 ملي كان هوم فيديو حق العائلات تصوير رحلاتهم وكذي. متى حزته زين؟ وحق اي سنه حزته؟ تسوى اعتقد بالستينات وكمل للثمانينات يعني حق الناس. يمكن قبل شوي بس انه قلت لك حق انه عشان العوايل يبون يصورون فيبون شيء ارخص يبون شيء عملي اكثر. اشتري 16 ملي غاليه 16 وعاد اخذ عروض. قبل اذكر انا شفت محل كذي حاط عروض بالكاميرا ومعاها شيء فيلمين اخذ يلا اشتر 100 دينار شيء كذي. شيء كذي يعني. المنتج اللي حق كان منتج الشعب كودك حتى كودك كانت هي شركه كودك كانت هي عندها كاميرات مالتها والفيلم مالها ينباع معها شيء. ف8 ملي 16 ملي حق الدوكيومنتري وحق الافلام المستقله و 85 الستاندر اللي هي كل الافلام العظيمه اللي شفناها اللي حبيناها صورت. و70 ملي كان في افلام 70 ملي خليك واي ماكس. خليني اقول لك 70 ملي الاي ماكس وايد شرح. ناخذها حبه يا جماعه الخير 70 الفيلم لما يمشي كذي حلو اوكي اللي هو نفس الريل فكره الريل. هذا ال70 ملي اللي هي افلام مثل لورنس اوف اريبيا هذا متصور 70 ملي جميل. فالشريط مال الفيلم صاير كذي يعني هذا بهالشكل بالطول. الاي ماكس الفيلم مقلوب فيتصور بالعرض فتصير الشاشه شنو كبيرة. اكبر والنويز او الجرين يقل. وصلت اتمنى وصلت. جميل ترى ويه زين عشان كذا قاعد اقول لك نبي حلقه بروحها بس عن البكرات. اقول لك شلون تشرح البكرات حبيب. نرد نعلق. انت قلت شيء ثقيل انت مو خفيف. انا خفت انه وايد. لا انت قلت ال70 العاديه عاده البكره تنحط بالطول وتشتغل كذي وتنعرض الافلام. هذا الحين هذا الطبيعي يطلع عرض الفيلم صغير ما يطلع ال70 الصجي اللي احنا نشوفه الحين. هو بس يصير 65 بعد لو كذي بس اذا قلبته صار 70 صار بيور 70 كامل. حلو اللي هو الاي ماكس اللي هو قاعد يسويه نولن او الافلام اللي كنا نشوفها في مركز العلمي صح اللي هي افلام وثائقيه. نولن يا عندي سؤالين انا اذا تسمح لي. تفضل. اول سؤال بخصوص الافلام هي نفسها. انا اذا ما خاب ظني سامع معلومه او شايف فيديوهات عن انه كان الاوديو يتسجل بالفيلم بعد. لا الاوديو ينطبع مع الفيلم. الاوديو بروح اوكي. بعدين لما يسوون النسخه ياخذون من الفيلم. أوكي. طبعا هذه عمليه بروسيجر هم بعد. انا اقول لك والله يا احمد والله العظيم اذا عرفت المعلومات والله راح يصير فيك اي فيلم تشوفه كذي قبل بالثمانينات ولا شيء تتلذذ فيه اكثر. تقول والله هذول والله تعبوا. احنا الحين نقعد نفكر لحظه القطعه ما القطعه اي قطعه حجي روح شوف ذاك اي قرار لا اي قرار بتسويه انت متاكد ان انت تبي رياكشن. المخرج يعرق قبل متاكد لدرجه انه كانوا في المونتاج يسوون كذا نسخه من الفيلم عشان يمنتجون والنسخه الاصليه تنخش. لا خلصوا الفيلم وخلاص تأكدوا ان هذا المونتاج يروحون بعدين يقطعون النسخة الأصلية بس منه وحدة شي نظارات وتاخذ وتشوف الكود اللقطة 5 بلقطة 6. اوبا تدري هذه لو تغلط الاوتوبود انت عندك ايوه يقصص لك الدنيا تدري هذه لو تغلط بفريمين بالنسخة الأصلية خلاص راح عليك الفيلم. والله يعني قاعد اقول لك انا العملية اذا شفنا غلطات قديمة نطوف يعني هي صارت تصير غلطات بس يعني فهذا كان السؤال الاول. بس دقيقه خليني اقول لك على نقطه مالت ليش هو طبعا قاعد يروح لها لسبب بس خليني اقول لك هي من وين جايه اساسا. ليش صار في الاحجام او ليش يصير في حجم واسع لما طلع التلفزيون صار في مشكله ان السينما ما قام يروحون لها الناس. قال خلاص يبقى لنا فيلم ينعرض عندي وخلاص
فالناس تعودت تشوف الفيلم مربع وهذا. عدل. فما قام يهمها انها تروح السينما، كانت تطلع سالفه الاحجام اللي هي السكوب وما شنو هذا. عدل. هذه طلعت. فالسينما بشكل عام صناعه السينما كانت تتطور مع السنين. انه يا جماعه لا نفقد الناس، فيبغى تشلون سووا لهم وسع. يلا زيد كذي يزيد هذا عشان لما يروح يشوف شيء مو موجود عنده بالبيت. عدل. فنولن قاعد يروح بهالمنطقه، انا بسوي 70 وبالناس الدش عشان مو كنا قاعد يطالع بالتلفزيون ببيتهم، لا تعال شوف غير. قصتي على حجم كبير. فهمت قصدي؟ هذه فكره نولن اللي هي كانت اوريدي موجوده، بس مو الكل قاعد يقدر يسويها، ومو كل القصص تتحمل ان انت تسويها بالحجم العود هذا. احمد فنولن يعني هو مصور افلام سينما مو افلام ستريمينج أي تنعرض أي بالبيت. أي في فرق يعني هو هذا. في نقطه اخيره، هو دائما هاي طبعا معلومات عامه، احنا الحين ما دشينا بافلامه بس كذي معلومات عنه. هو دائما يضخم الافلام مالته، يعني يعني كتسويق. لا يعني داخل الفيلم يخلي هي القصه تلقى بسيطه، بس هو دائما يسويها كذي يا حبيبي ترى الحدث وايد خفيف وايد بس اي حيل اي هذه من الاشياء اللي يمكن شويه انا تزعجني اذا بقول لك اشياء اللي ما احبها. هذه اللي هي طويل العمر الله يخليك، ترى والله قاعد يقول له شلونك، والله قاعد يقول له شلونك، ليش قاعد يقول له اي بس ترى قاعد يسالها، بس ترى ما قال له شيء. لا فهمت. وطبعا هذه وهاي الثيمه الموسيقيه اللي دائما موجوده عنده، واللي تكرار اللحن. اي هذا دائما هانز زيمر دائما يسويها هذا. بس يمكن عاد طالع طن طن بالنص وطن طن بالنص، فشن اللي هي يعطيك مشاعر عاد شوي، مو قاعد اتفه عشان لا احد يفهمني غلط، بس هو عنده هذه سويتشات صايد فيها المشاهد. شاطر. يذكرني في مخرج قديم اسمه ديفيد لين سوى لورنس اوف ارابيا وسوى دكتور جيفاكو. هذه بس شيء معلومه. هذا الرجال اواخر افلامه توهق انه يبي كل مره يسوي فيلم نفس الضخامه مالت افلامه اللي نجح فيها. فتوهق، صار لحظه بس قصتك مو محتاجه انه القصه اللي سويتها الحين مو محتاجه ان هي تكون نفس الابك الضخامه مالت فيلم لورنس، لا بسوي نفس الشيء. فشويه يعني طاح مستواه في الاخير، او مو طاح مستواه، وقع في حاله شلون اقولها، قاعد تقلد عمرك، قاعد ترد نفسك، مو قاعد تطور اللي قاعد تسويه الى الافضل. قصته وايد تلقى بسيطه بس وايد مخليها قاعد يصير شغله مكرر. فهذا الشيء انا خايف انه بعدين ممكن يواجه نولن. وترنتينو ذكي انه يقول لك انا بس بسوي 10 افلام وبوقف، لان ترنتينو يقرا وايد بيوغرافي او سير ذاتيه حق مخرجين، وهو يدري ان في عمر معين المخرج راح يطخ. لان في عندك شغل، بعدين بيك، بعدين سلام عليكم. هو ما يبي السلام عليكم، يبي يوقف عند البيك. حلو، يبي يوقف عند البيك. فهمت قصدي؟ بس ما ندري. فهي السيره هذه الكل رايح فيها، كل واحد واقع يا جماعه. سواء مخرج انت، سواء اي شيء بتشتغله بحياتك. شوف اي مطرب تحبه عتيج مات توفى اواخر ايامه بيك واخر ايامه. منو الذكي عاد اللي يوقف؟ اللي بس خلاص ما يطمع ويرضى باللي موجود. بالضبط. زين، عندي سؤال ثاني ما نسيته. تفضل. اللي احنا كنا على 70، احنا تمام. احنا كنا على سالفه البكرات وال70 وال80 سوري وال35 وال16. الحين الجمله هذه وايد سمعناها لما نزل اوبنهايمر، انه اذا تبي تشوفه صح شوفه بسينما اي ماكس. الحين وسمعت بنفس الوقت ان احنا خلينا نتكلم عن الكويت، ما عندنا صالة اي ماكس فعليه، لا بلا الا واحده مالت المركز العلمي. لا هذه المركز العلمي شيء، ومركز العلمي حط بالك عندهم فيلم حلو وعندهم ديجيتال حلو. الباجي في فيلم عندنا؟ لا الباجي ما عندنا فيلم، عندنا كلهم ديجيتال اللي هي في الكوت مال سينسكيب. هذه الوحيده ديجيتال، فمو البكره 11 ميل هذه ديجيتال. فما في مكان بالكويت كل بس ما في مكان بالكويت شغل البكره قلت لك المركز العلمي ما عرض اوبنهايمر. لا ما عرض اوبنهايمر، بس قاعد اقول لك يعرض افلام وثائقيه. المقصد انه بالكويت ما حد شاف الفيلم كبكره، لا كله ديجيتال. حتى الاي ماكس اللي راح اي ماكس ديجيتال، اللي هو الفيلم متحول الى ديجيتال، ولكن بنفس الريزولوشن اللي موجود بالفيلم الحقيقي. جميل. فيعني ما حسينا بالاكسبيرينس اللي يبي كريستوفر. لا حسيت بالعكس. بس انا رحت لصاله عاديه. صاله عاديه. انا رحت لدولبي، ما همني انا اني اروح، انا بشوف القصه. ويوم شفت لما طلعت الفيلم قلت انا احسن لي اني انا شفته هني، لانه ما في شيء يخليني اروح اشوفه. مو لهالدرجه بيفرق اروح اشوفه اي ماكس. ليش؟
تسويق كان قاعد اقول لك تسويق هو إيه. بس خلاص هو لان حتى الفيلم اللي طافها مصوره كذي اللي هو تنت فقال خلاص يلا وصارت لعبته الحين خلاص أيوه. والمنتجين الآي يبون ماكس. خلاص صارت توقيع له توقيع حقه انه خلاص هو بعدين قاعد يخدم الاي ماكس الاي ماكس بعد تبي فاتوقع الاي ماكس هي مدفوع بعد له. قاعد صح. تدفع معاه يعني لأن او شوف تدش وين لاحظت ان كل الفيديوهات اللي ورا الكواليس ايه لوجو الاي ماكس اكبر من وجهه ورا الكواليس. بالنسبه لها الاي ماكس انه تكفى إيه. شغل لنا هذا نبي قاعاتنا تشتغل رد لنا السوق مره ثانيه. رد لنا السوق اي نبي قاعاتنا تشتغل نبي الناس هذا لانه قاعد يصير في خوف ان هذه الامور تختفي. صح فهمت المنصات شويه قاعد تؤدي لهالشيء. بس انا قلت لك اخترت اني اروح سينما دولبي لان انا يهمني الصوت واكيد الصوره حلوه يعني. صح ما راح تفرق لهالدرجه. كنت بشوف القصه صراحه انا مو هامني الحين الديجيتال. اذا تبي نسولف عنه الحين الفيلم ولا والله انا اقول بعد ما نروح افلامه نمشي واحده واحده لان انا ابى اسولف وياك. إيه نروح على الافلام. الحين افلامه قبل دارك نايت. حلو قبل النقله. اي الريال عنده 3 افلام قصيره في البدايه سواهم كشاب قاعد يبلش حياته. عنده فيلم عن واحد يبي يذبح زهيوي. تخيل نولن هذا اللي الناس كلها عنده فيلم شورت عن واحد يبي يذبح زهيوي مأذيه بالدار. حلو. بس عشان اوريك انه يا جماعه ترى الانسان يجرب مو شرط انه يبلش عظيم. عنده سالفه وتلقى هذا عادي ماخذ جوائز. انا ما بحثت وايد بس ترى عادي ماخذ جائزه بمهرجان عادي على هالحدوته الخفيفه هذه اسود ابيض مصوره وكذي. عموما بعدين سوى اول فيلم طويل حقه اللي قلت لي تو انه ميزانيته 2000 دينار تعدل اللي هو ذا صوروا ويكندات اللي اعرفه وصوره 16 ملي عشان عرفت تو وقلنا احنا 16 ملي كان اللي هي اي واحد مستغل اللي هو مو شركه عوده ولا شيء. الكاميرا هذه متوفره عندنا نهر هنا نايما اخوي نايما. معلش زين اسمع ترى رابع مره من بلشنا نصور بالعكس انا ودي الماء يطيح علينا من الحر. لا هذا ما تبيها الماء يطيح عليك نبي نبرد علينا. زين اقول لك بس هذا الفيلم ذا فولوينج صح؟ ذا فولوينج هذا شارك فيه بمهرجانات. هذا هني عمره 28 سنه لما نعم حلو خوش بحث يا حبيبي. ايوه لا هذه معلومات عامه اعرفها انا بروحي. اعطيك معلومه عن الفيلم هذا. قول. كنا متنبئ حق نفسه هو. الفيلم غرفة البطل هو شنو القصة؟ قصة واحد يروح يتجسس على العالم يراقبهم ويلحقهم عشان يبي يكتب قصة عشان شيء اسمه فولوينج. اوكي حلو. وفي حديث نفس وايد يعني واحد يسولف مع نفسه كذي. كنا فيلم نوار. فيلم نوار هم سالفه لا وايد مواضيع. انا قاعد تطلع لي مواضيع. لا راح نطلع بخوش سوالف ان شاء الله. الحين كل ساعه قاعد يطلع لي اللي هو عادي نختار نوع معين من الافلام. الناس تلقى شافوا الافلام هذه بس ما يعرفون شنو نوعها. هذا راح تيوز لك ان شاء الله. وايد سوالف. احنا شفتوا كل الاختراع الاشياء اللي قاعد تجيب راس داوود. انتم نوتوها تحت بالكومنتات واقترحوا ايضا اقترحوا بالكومنتات. تدري ان كنا كان متنبئ هذا متى سواه 98. اي داخل غرفة البطل لما يكتب وكذي ويقعد وهذا كان حاط صورة شعار باتمان بالفيلم. فتحقه شنو طبعا منو طاح الموضوع. طبعا المحبينه شوفوا طبعا في ناس كنا يدري. لا ما يدري هو ما يدري. شوف بس مبين انه يحب باتمان. هذا اللي يسمونه مانيفستنج اللي هو انك طاقة الجلب. ما ادري عاد انا ترجمته صح ولا لا. ما ادري بس انه يعني اذا حاط شيء براسك راح تجيبه راح توصل له. تخيل اول فيلم له وبطل ماله هو كاتب وحاط شعار باتمان بطوفته. هذا يمكن حبه لباتمان يمكن وابى احطه ابى احطه كذي فحطه هني وبنفس الوقت كبر وياه الحب لين اخرج افلامه. تخيل بعدين يا اخوي لحظه خلينا نغير هني الصور. حط شيء تبيه انت لان يمكن يصير بعد كم سنه نحط صور كريستوفر. يمكن يصير ضيف. يمكن ضيف يمكن يخرج لي فيلم. ما تدري صح. اقول لك بعدها مو مفهوم الفيلم بدون صوت. مرواس اطلق بعدها ما ليش وقف الظاهر اشتغل بالسوق. عادي سوى الفيلم هذا وشارك مهرجانات ويمكن الحين من 98 الى 2000 يعني خنتك اوكي طبيعي. بس هذا الفيلم اللي دخله على منتجين هوليوود كان يسوي مومنتو وقلت لك اكتبه مع اخوه. مومنتو قلت لك اللي لازم تشوفه هي حكايه بالعكس. جميل. وفيها كذي لحظات اسود وابيض ولحظات ملونه. ما ابي وايد افصل. فيلم حلو اتمنى اللي ما شافه يروح يشوفه. وانت دزيت لك انا ذاك اليوم مجموعه عشان اقول حق الناس ان انا وفيت بوعدي ودزيت له افلام. والله سواها زين. اسمع انا واجب علي اني احطها تحت بكتبها تحت المجموعه هذه حق لا كومنتات حلقتك كيفك اللي تعمل اللي كان يبيهم بعد ناطرهم. وسوى طريقه اللي يسمونها بالسينما النون لينير اللي هو الفيلم ما يصير بخط واحد. الفيلم نقدر نشوف نهايته
مثلا بالبداية. بعدين نشوف شيء بالنص، بعدين اخر شيء نفهم كل السالفه على بعض. فهمتني؟ هذا يسمونه نون لينير، اللي هو غير السرد الغير خطي. خطي. حلو بهالتعبير وايد بالضبط. اي خطي. صحيح. وهذا الفيلم طبعا انا هذا احلى افلام حق الريال، انا احبه وبسيط وما كان فيه المبالغات اللي بعدين صارت. هذا في رايي، عشان ما حد واللي بيسب خليه يسب. لا انت حر برايك، ما تجبر احد. لانه بسيط وتحس ان انا دائما احب المخرج اللي ينحط في ظروف تخليه يطلع حلول، لان حاشته ظروف، مو انه كل شيء متوفر عنده فهو راهي يبوا لي 200 جندي، يلا هذا ال 200 جندي يلا يقدر يصور. لا، شلون تطلع 200 جندي وانت ما عندك 200 جندي؟ هذا قصدي اللي هو التحديات تخليك مبدع، صح. تخليك فنان اكثر. بعدها يا اخوي زين، اذا خلنا على التحديات، هذا اي فيلم وصلنا له؟ هذا الحين مومنتو. اي خلنا على مومنتو، ناخذ لنا بريك ابو 3 دقائق ونرجع مره ثانيه. شكلها حمام. اي حمام في امستردام. اتكلم اذا هو يبي، وهاي ترى الحين قاعد تسجل. خذ راحتك انت. في ثلاثيه جميله. ايه؟ انا اسميها ثلاثيه، هي خماسيه بس هي ثلاثيه، اللي هي اللعب مع الكبار والمنسي. افلام مصر احنا. اي، وارهاب والكباب، وحيد حامد، شريف عرفة، عادل امام. لا يبي لها. شوف انا شخصيا تحمست. عمر راح تشاركنا الحلقه؟ لا تشاركنا نزيه بعدين. لا باشا، مودي الامام. شوف هو استانس صح فاصل ونعود. هي خذوا منه النسيان لانه هو البطل. اوكي. مومنتو، عشان الحين قاعد نسجل صح. مومنتو كريم عبد العزيز فاصل ونعود خذ منه سالفه النسيان. مومنتو الشخصيه عشان اخليك تروح تشوف الفيلم. هو ينسى، فايش يسوي؟ عنده كاميرا هذه الفوريه. يصور الشخص ويكتب ترى هذا لعين، دير بالك منه. يكتب حط بالك هذا ترى قص عليك، لانه ينسى. شايف فيلم هندي اسمه جاجني، نفس الفكره بالضبط. جماعه الهنود ملوك بس قوي الفيلم على فكره. الهنود لما يروحون ياخذون فكره من الامريكان، ترى يسوونها حلوه. لا يسوونها، وهذا حلو ترى. هو صدق بالنص يحط لك الرقصه مالتهم ما لها داعي كذي، وهذا بس يعطيك اياها بطريقه. وتدري اذا سووها الهنود، ترى عندهم شعب كبير ترى ما مو شايف الفيلم اللي مقلدينه. صح. فبالنسبه لهم هذا شيء جديد. انه والله بوليوود تطلع افلام. بس كلها بس احنا لان نشوف وايد. بس صح، هذه عدله. فاصل ونعود فيلم كريم عبد العزيز، خذوا حته النسيان من فيلم لانه يفقد ذاكرته، يصير له شيء ويفقد ذاكرته لين بعدين ترجع تالي. بس مو الفيلم هذا مومنتو، مو كذي. مومنتو هو في مرض. اوكي. لا نحرق اكثر على المومنتو. في مرض، حتى لما يرجع لك في الفلاش باك الاسود ابيض صار شيء من مرضه حق زوجته. لا تشرح اكثر. فيلم وايد حلو. قاعد اقول لك ليش حبيته. ابي اشوفه اليوم لان فيلم مكتوب وايد حلو وبسيط. جميل. سالفه حلوه. جميل. فنتمنى ان انت انا اشوفه، وحلقتنا الجايه ان شاء الله ناقشك فيه. كيفك؟ نسولف فيه عنه. شنو قلت لي تبي نروح نتكلم عنه؟ انا اقول لك احنا الحين اخر شيء وصلنا له اللي هو مومنتو بس وتكلمنا فيه شويه وردينا من البريك. معلش نبي نكمل على افلامه على اساس نوصل. نبي نمر سريع عشان نبي ندش بعدين على اوبنهايمر. نبي نسولف. بعدين سوى انسوميا. شوف تخيل يعني بعد مومنتو كانوا ممثلين يعني كانوا درجه ثانيه يعني خلينا نقول مثلا. بس ممثلين مهمين يعني. بس انسوميا لا، الموضوع كبر. بلش الباتشينو، روبن ويليامز، وفيلم جريمه وتحقيق. دش الليفل بالفيلم هذا. اوكي الفيلم هذا قول مو وايد ضرب، بس الفيلم هذا لما تشوفه تقول الريال بدا ستايله اللي يا بعدين بلش من هني بدا الستايل ماله يطلع. الستايل النولني. هو فيلم اول مره اسمع عنه يعني، مو من الافلام المذكوره. دائما ترى حط بالك كل مخرج من هذول اللي نحبهم عندهم كم فيلم هذا سواه، هو مسويه وايد لهني. صح اللي هذا ما ندري عنه. ما تدري عنه لان الفيلم هذا سبحان الله تسوى ما حد يدري عنه. بس هو هذا كريستوفر المميز فيه انه لما شيكت قلت خلينا نشوف افلامه، قلت هذا مسوي هذا وهذا وهذا يعني كل افلامه قويه اللي مسويهم كل واحد. بعدين ياك عاد ويت له فرصه باتمان بيجنز، واول مره يسوي فيلم سوبر هيرو. بس الريال ياب فكر جديد، ان لحظه يا جماعه خلينا نسوي باتمان كنا صج بيننا هو واسلحته عاديه مو مبالغ فيها بزياده. وربط لك اياه مع راس الغول، او ربط لك انه راح حق ساموراي تدرب
ورد مجموعه ساموراي او مجموعه يعني كان طايح بكهف كنا تدرب وياهم. لانه صدق شكل باتمان هو اتوقع عشان ما نغلط. اخاف الحين اللي قاعد يتابعونا اكيد في ناس شي متابعين هذا ملوت كوميك. اي بس ترى صح اوكي كله صح اللي قاعد تقوله، بس احنا شي قاعد نحلل تحليل. سكت مال كوميك قبل يتكلم. ليش؟ لان مال كوميك تلقى قاري وعارف التاريخ. صح. فاحنا بس عنده هذا والمعرفه. فذاهب ان اذا انت قلت غلطه بيك. فلا احنا الحين نقول احنا ما نعرف كوميك، والله انت صح. وادري ان انت شي، بس هو الحين عشان ناخذ الفكره تمام. باتمان بيجنز الريال سواه، قال يبقى انا بسوي باتمان بطريقه انه لو باتمان واحد منه كذي واحد عادي بعيدا عن الكوميك، اي مو كوميك ويطير وعنده اشياء صعبه حيل. هو طبعا اكيد في اشياء بعدين طلعت بالاجزاء انه عنده اغراض، عنده طياره، مو غلط الحين هذا، بس انه ما نخليه بالشكل الكرتوني اللي تسوى في الافلام القديمه اللي هي مثل ذا باتمان وباتمان ريتيرن، اللي هو شويه في صبغه انه كانه فيلم كرتوني. هو سوبر هيرو، هو لان شخصيه باتمان اساسا ما في قوه خارقه، ما في قوه خارقه. هو لانه غني بالضبط وممكن يتألم، ونفس الفكره اللي ذيك اليوم سولفنا فيها اللي هو البطل اللي ممكن ياكل هواء اللي في فيلم داي هارد اللي قلناها. صحيح. فهذا سواها في باتمان بيجنز، واعتقد باتمان بيجنز نجح وضرب، بس طبعا مو كثر اللي جاء بعدين دارك نايت. صح زين بس في وهو ليش ضرب بعد ونجح؟ لانه كان بطريقه غريبه، مو متعودين افلام سوبر هيروز تكون بهالطريقه ودراما. لحظه ودارك ودراما. اول مره اشوف فيلم سوبر هيرو لحظه في مشاعر. العاده لا كئيب، مو مهم يعني كئيب. لا العاده مو مهم. باتمان وينقذ ناس بالزقه، واحده بالتاذى ولا شيء، وانها اثنين بعدين يطلع لهم ظله من ورا. مو غلط هذا، وحلو انا احبه هذا، بس هو الرجال غير لك الموضوع، قال لك لا 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 انا بيوريك احساسه. كنا قصه دراميه حق قصه واحد شيء عادي، دراما فيلم دراما يعني قصه اجتماعيه، بس باتمان بس باتمان جبتها. سوى دارك نايت وراها؟ لا لسه ما رحنا المفصل. سوى ذا برستيج قبل اللي وراه. هو صح لنا بينهم سنين الباتمانات. برستيج تعرفه ولا ما تعرفه؟ اعرفه زين، من اعظم الافلام. برستيج بالنسبه لي هم فيلم حلو. هو يتكلم عن اثنين سحرة يتحدون بعض، صح، بس بالنسبه لي هو كان الساحر رقم 3 في طريقه اخراجه وقولته للقصه. صح اوكي حلو الخداع اللي سوى لنا اياها، والختمه اللي ختمها والتويست وهذا صح. فهو بالنسبه لي الساحر رقم 3 بالفيلم فعلا. فيلم جميل، وهم فيه قلت لك اللي هو بطل ودائما مع الشايب اللي هو يسولف معاه ويكون اللي هو يعبر عن الجمهور، يجاوبنا عن الجمهور. والشايب اتوقع نفسه هو اللي دور ألفريد، نسيت اسمه اللي هو البطل، نسيت اسمه والله. هذا الشايب عاد مشهور مال جيت كارتر. عموما المهم عموما خوش. بعدين نولن ودارك نايت. هني يا طويل العمر الريال يعني انت ايش رايك لما نزل دارك نايت؟ انت هني عرفته؟ انا كريستوفر نولان قلت لك ما عرفت الا بعده، بس انت عرفت انترستيلر صح؟ انترستيلر بس هو معروف بسلسله الباتمانات من عمر يعني صح. ودائما يعني اذا ذكر اسمه لازم تنذكر السلسله هذه صح. وانت من اول بدايه اليوم قاعد تقول ان هي نقطه مفصليه، هي نقطه مفصليه خلت الناس هني يعرفون منو كريستوفر. قبلها بشغله وبعدها قبلها بشغله وخلاص تغير الريال يعني. حتى بعدها اتوقع سوى انسبشن، بعدين سوى دارك نايت رايزز اللي هم الافلام كل الاقويه اللي ضربت اللي هو خلاص صار عنده صوت. صار في شيء اسمه كريستوفر نولان يا جماعه، ننطر اي فيلم يسويه تمام. دارك نايت الاسم قوي طبعا صح. اذا بتفكر فيها يعني ذاك باتمان بيجنز بدايه باتمان هذا دارك نايت اللي هو فارس الظلام وفي هم تويست، وفي اهم شرير في اتوقع حكايات باتمان، واهم شرير في عالم الدي سي اتوقع جوكر. انا اتوقع الجوكر. شوف الحين انا بقول الفرق بين هالفيلم اللي انت قاعد تقول عنه نقله وعن اخر فيلم اللي هو اوبنهايمر. هالفيلم اللي هو نقله انا رحت له وشفته بالسينما، وكل اللي يعرفهم راحوا له شافوا له بالسينما، بس لانه فيلم باتمان مو لأن كريستوفر مسوي. اكيد في البدايه كذي. اوبنهايمر كل اللي يعرف لهم راحوا له لان كريستوفر هو اللي مسوي الفيلم، ما لهم شغل بقصه اوبنهايمر ولا يبون ضرب له هذا وخلاص صار في هذا اللي غير. لا اكيد افلام الجايه راح تكون حلوه. حلو وياك بعدين يعني بعد دارك نايت يا سوالك انسبشن، سوالك شيء في احلام والناس يدش بحلمي شلون. فصار في هذه اللي لا بلش شنو، بلش سلسله الافلام اللي انت ما تفهمها بس تسوي روحك فهمتها حق الناس. صار اي واحد ما يفهم والله عجيب
صح. اسمح لي اني اقول كذا. إيه. نفس فيلم ترى اوبنهايمر اغلب اللي راحوا له شافوا الفيلم اللي ما عجبهم الفيلم. إيه. ما قال ما عجبني الفيلم، لا ما يقدر. يقول اللي ما له بالفيزياء ومش عارف ايش ما راح يعجب الفيلم، يقول ما عجبك خلاص. الله يهديهم اغلب ربعنا الموفي ريفيور. ترى يا جماعه الفيلم اللي ما يحب كذي لا يدشه. بس يا جماعه ترى هذا غلط. خلاص انتم قولوا فيلم دراما وخلاص. لا تيجي تقول اللي ما عجبه ولا كذي خلاص. اي واحد لا لازم نحط ناس واقفين بالسينما. لحظه لا تشيك شهادتك. اي لا تحجز. ليش؟ ترى هذا فيلم حكي ما ينفع لك. لا ما يصير. لا خلاص خلوا الناس تدش وتعيش تجربتها وكيفها. انتوا ما راح مو راح تعدون فلوس نولن. يعني نولن سامحنا والله هالمره، بس ترى ما يدرون والله مو فاهمين فيلمك. لا مو كذي كلش. خلاص عادي جدا. ريال طلع فلوس لنقا يلبس والفيلم قبل لا يعرض الفيلم طلع قبل لا يخلص الريال باع. يمكن شويه باربي اذاه بس مع فرق هذا. طبعا اذا تبي نتكلم فيه الموضوع بعدين كيفك. بس طبيعي باربي يأذي لنا. باربي فريحي وكذي موضوع ثاني اكستريم عكسه. عكس هذا وهو لا هو جاي لك فيلم دراما، جاي لك شيء سيرة ذاتية. انت من ناحية أذى قصدك انه نزل بنفس الاسبوع نفس الوقت نزلوهم نفس الوقت. وفي نجرة صايرة لأنه هو كان قبل يشتغل مع وورنر وتناجر معاهم بتنت. فصاير وورنر عناد نزلوا الفيلم مع اوبنهايمر، لأن اوبنهايمر انتاج يونيفرسال. فهمت اللي قاعد يصير؟ ترى مناجر بس ترى هم خوش خطه حق الاثنين ان استفادوا اثنيناتهم. اي لان انت حمست الناس حق اسبوع سينمائي قوي بفتره قصيره. يعني اثنيناتهم استفادوا. يمكن احسن تسويق صار حق افلام بتاريخ السينما. صح. وهو اذا ما خاب ظني اعلى ايرادات اسبوعيه للبي او بوكس اوفيس ما ادري. والله الامانه ما قريت ما قريت. زين تدري قبل لا اوكي بقول لك شيء دارك نايت رايز وبقول لك معلومه على لا خليني اقول لك المعلومه. تدري ان بعد دارك نايت في افلام وايد اكشن تغير اسلوبها. بعد دارك نايت عظمه مثل ميشن امبوسيبل. روح شوف اول الاجزاء وروح شوف بعد دارك نايت شنو صار. تغير الموضوع. صار التركيز على البطل. نبي نعرف مشاعره. ليش ابي اعرف مشاعر ايثن هانت؟ توم كروز ما كانت الميشن كلنا كفريق. حتى جيمس بوند الثاني. روح شوف سكاي فول. سكاي فول صح. في نقله. اشوف بيت اهل جيمس بوند. واخر شيء الاكشن الاخير يصير في بيت جيمس بوند اللي هو كان ساكن فيه وذكرياته. شنو اللي صار؟ ويابا وهانزمر يسوي موسيقته. يبغوا يركزون على المشاعر اللي حصل يا جماعه. فصار في تغيير. وكبروا الشرير اللي موجود بسكاي فول. يعني ما اقول لك يشابه جوكر بس لا كبر الشرير. خلي الشرير وايد يعني عسر وشيطان والنا ذا يخرع. حتى في لقطه كذي جيمس بوند قاعد يسولف دائما عنده علاقه مع وحده دائما. فلما بس ياب الطاري الشرير خلوا براطمها التلعثم. ان شنو ولحين ما شفناه. فشلون يخلونك انت يلعبون مشاعرك بالفيلم. فدارك نايت خلى هالسلسلتين تتغير. اوكي. حتى لاحظ جيمس بوند الاخير خلوه. المفروض احنا جيمس بوند لو تشوف كل السلسله قبل ترى ماكو مهمه ويلا عندنا واحد شرير عود يمكن ما نشوفه عنده قطو يسوي فيه كذي. زين اللي بيشوف يسوي فيه كذي. وعنده جهاز عود او عنده صاروخ يبي يطق شيء بالقمر. صح. ما ادري ودقمه واحده بيدوس. ودقمه واحده. انت الحين يا جيمس بوند طول الفيلم لحق قبل لا يطق الدقمه الحمراء. اي صح. اغلب افلام جيمس بوند كذي. لا بعد دارك نايت لا الرجال تزوج وحب ويا ياهل وقام يفكر بالياهل ماله غير المهمه مالته. بسايد المهمه. فدارك نايت وايد فتحس ان الفضل يعود حق كريستوفر بسالفه يعني الفضل يعود حق كريستوفر وحق التوجه اللي هو راح له مع فيلم سوبر هيرو مع افلام سوبر هيرو اللي دارك نايت اللي هو يا جماعه نقدر نطلع من افلام السوبر هيرو مشاعر. صح. فيلم خيالي يكون اقدر اخليك تستانس تحب الشخصيه تندمج معاها. صح. مو بس تشوف مغامرتها. وهذا اللي ينطبق على الافلام اللي بعدها كلها. اللي هو عندك انت قلت لي قبل لا يصور اللي بعده صور انسبشن. وانسبشن اكثر من جزء ولا جزء واحد وهو لا ما يسوي هو هذولي اجزاء لان هذولي يسمونهم فرانشايز باتمان. بس انسبشن لا موضوع ثاني. بس هو حالاته واحد. القصه خلاص قضت. يعني ما ليش صح.
ليش يرد يقولها لك مره ثانيه يعني؟ اي زين مو إيه يعني مو النوع الحلاب يعني. لا مو كذي. واتوقع عادي يكلمونه ترى ويرفض. اكيد يرفض. إيه. اكيد مكلمينه حق واحد من الافلام، لانه وايد افلام نجحت. إيه؟ فما يصير ما في شركه انتاج إيه تبي إيه سيكول تعال خلينا إيه؟ نكمل مثلا على ولا شيء قولتك. كذي. دارك نايت رايزز يمكن اضعف جزء بالسلسله اذا انت تخاويني فيها. ايدك 1000 فيلم يعني. انا إيه؟ الوحيد اللي ما اذكره، ما إيه؟ اذكر من أضعف. من بس الفيلن اللي فيه ما اذكر. ختم حلو انه خلاص الرجال ترك باتمان وسوى المهمه الاخيره مالته وخلاص ختم. وطبعا مثل ما قلت لك ختاماته اللي هي دائما فيها نظرات مع اشخاص معينه داخل القصه، ومع دلل وم بلاك خلاص. وانت خلاص خلاص يتركك مع مشاعرك. اي مع مشاعرك ومع شنو حسيته وما شنو حسيته. وانت عاد وانت طالع من الباب مال السينما تبتدي تسولف انت شفته هذا شو صار كذي ترى كذي يمكن ذاك عاد تصير هالسالفه. في نقطه بعد مهمه ما ذكرناها وسواها في دارك نايت، سواها بس طلعت وايد بدارك نايت. حلو نقطة وايد مهمة. حلو سوى فينا هذا. شكرا. تعوذ من كريستوفر ويشرب ماي. اي بس انحشرنا. معلش مقطع اسمع لك ما اقدر اطول. ثانك يو. اشرب ماي ريح خذ راحتك. صرت حمر ما يشفيني. المهم لا خذ راحتك. الريال يحب يصور الخدع بدون جرافيكس. سامع هالشيء؟ كريستوفر سامع انه يبعد عن السي جي اي قد ما يقدر، بس اكيد استعمل سي جي اي بانسبشن. اكيد. بس ما راح يقول لك. ما راح يقول لك انه استعمل سي جي اي. راح يقول لك اني ما استعمل. لان لازم في اشياء غصبا عليك لازم سي جي اي. ما هو انسبشن مليان كان سي جي اي. دارك نايت شفت اللقطه اللي تصير مواجهه مسيكل باتمان لا سياره عوده جايه شاحنه. حلو. واعتقد يا باتمان يا جوكر جاي قاعد يطق الجوكر كافخ. السياره لما قلبت الشاحنه هذه صج كامله صجيه ولا مؤثرات سينمائيه صج من ناحيه انه يصغر الدنيا وكذي صج. فالريال واصل لهالمرحله. انا لان حتى اوبنهايمر متبعين نفس الاسلوب. اوبنهايمر يقول لك الانفجار يعني بس انه مو قنبله نوويه. لا مو قنبله عاديه. قاعدين لا مو معقوله بس عشان شيء الناس تحب السوالف. بس قال ان السكيل صغير. انا سمعت مقابله يقول السكيل صغير يلعب على البرسبكتيف على الابعاد على الدنيا على اساس انه يسوي المؤثرات مالت اوبنهايمر. يمكن ما ايوه وين تسوي هالقنبله هذه شلون تسويها اذا مو سي جي اي لا هو يعني انفجر يعني عفوا يعني هو قاعد يقول كذي والناس عايشها بس مستحيل اي فيلم ما في. بس شو يسوي هو يمكن يركز وايد انه يخلي سي جي اي يعني مثلا ما يبين يعني انه يكون يعني طبيعي. مو 50% لا اعطوني 100% ابي صدق يبين انه صدق حقيقي الشيء اللي قاعد نسويه. لانه مو معقول انك انت ما تستعمل يعني يصرف زياده ان اللقطه تصير وايد كأنها صدق. ميزانياته تسمح. فهذا من ضمن البراند ماله ان ترى انا ما استعمل سي جي اي عشان كذي على بالهم انه صدق فجر. الريال بعد انسبشن وبعد دارك نايت رايزز صار عنده صوت خلاص. في واحد اسمه كريستوفر نولان عدل تنطر شغله. خلصنا من انسبشن وتكلمنا عن الاحلام وتكلمنا عن شنو بعد بانسبشن. شنو تبي نتكلم عنه بانسبشن اللي هو وهذه اللي تدور كنا تطرقنا لها قبل. شرحنا سوالف بسيطه. انا بس كنت ابي اعرف شنو سر النقله النوعيه اللي صارت بحياته بعد فيلم دارك نايت. النقله قلت لك صار له خلاص صار له كيان ريال صار عنده كلمه بسبه الفيلم هو نفسه. صار عنده كلمه وفي نقطه لان الفيلم جاب مشاهدات مثلا اعلى من المرغوب فيها وايرادات. حلو فثبت الطبع هذا خلينا نقول النولني صح. الاحساس النولني على الافلام وعلى خلينا اقول نقطه باجي افلام الاكشن على قولتك. في هوليوود لازم نفهم نقطه حق الناس. مو كل مخرج يقدر يتحكم في الكات الاخير مال فيلمه. انا لاحظت ان كريستوفر وايد عنده يتحكم بوايد اشياء بالفيلم. يتحكم بوايد اشياء لانه نجح. انت اذا ما نجحت تخرج وينادونك وبس تخرج. بس ترى عادي بغرفه المونتاج ما تدش. شفت افلام مارفل اللي الناس كلها تحبها يعني المخرج مو مخرج. حياهم المخرجين لو نقدر نستضيفهم هنا راح يقول لك انا بس دخلوني. انا عندنا احمد غوازرد. احمد غوازرد لازم انا هو مسافر ناطره. لازم تقابله. احمد راح يشرح لك الموضوع. رسامين مارفل
اللي نفتخر فيه. احمد راح يشرح لك الموضوع بالضبط، فيعطينا خبايا مارفل. بس هو اشتغل مع جيمس جان. جيمس جان لا، جيمس جان عطوه الخيط والمخيط، روح إيه، لانه خلاص شوف انت من تنجح ويصير لك اوه والله هذا لا خلاص يدش غرفه المونتاج. حلو. فانت في مخرجين يصيرون هاير دايركتور، يعني بس تعال بخرج قول اكشن وتوكل على الله خلاص وماك شغل. احنا نجابل هذا. وش يسوون؟ يخلونه يصور زياده عشان بعدين يصير عندهم حلول وايد في المونتاج، اوبشن وايد. عندنا قطعه هني قطعه هني. حلو. فصاحبنا هو نجح وصار خلاص، صار عنده ايده الاخيره الكت عليه هو. حلو. هذه حتى دائما ما ادري اللي يتابعونا الحين اكيد في ناس يجمعون بلوراي ديفيديات، ساعات تاخذ نسخه من الحر تاخذ نسخه مكتوب على الدي في دي مالها ولا البلوراي دايركتور كات، يعني هذه نسخه المخرج اللي هو موافق عليها. هذه نسخه بالتركي. اي نسخه كنا علج كنا شيء تعال عندك بعد من اشهر الافلام اللي فيها دايركتور كات اللي هي فيلم جاستس ليج. ايوه عالم دي سي. هذا بعد شفت الكاتين ماكو فرق بينهم. شفت الاثنين. هذا 4 ساعات، هذه ساعه وشوي. 4 ساعات الثاني ما شفت 4 ساعات بالكورونا. انا شفتهم ال4 ساعات. بس عبالي نفس الحساب، يعني عبالي القديم نفس الدوريشن يعني. لا 4 ساعات صار في ما ركزت وين الزايد يعني بيني وبينك. 4 ساعات شلون تطافوا كذي؟ خوش متابع انت تندمج. انا اذا اقول لك اوبنهايمر والله كذي عدى كذي 3 ساعات والله زين. والله انت مشاهد مع اني شنو اللي كل المخرجين يتمنونه صراحه، مع اني ماخذ في اي بي ومنسدح وبالنص بالضبط وبرد، يعني كان يقول لك نام، خذ لك نومه الساعه 9 كنا العرض كان بلش. انا ثمان بفراشي تدري فيني شايب الساعه 9 انا قاعد، بس والله 3 ساعات ل 12 فتح باللبن. بس انا ناطر نوصل حق اوبنهايمر عشان اعطيك بس الانبوتس ملوتي. بمر سريع وندش على اوبنهايمر. انترستيلر فيلمك المفضل اتوقع. اكيد زين. وهم تكلمنا من افلام كريستوفر نولان المفضله لدي، مو فيلم المفضل. يعني تكلمنا عنه تونا قبل شوي. فخلنا نطوف كذي. دنكيرك الفيلم اللي يحسسك ان انت قاعد طالع عقارب الساعه. الموسيقى سواها بطريقه تحس انه في وقت. اوكي. ولحق. وهم لعب لك بالزمن. الطيار حاله، اللي بينقذونهم بالقارب، اللي قاعد بيروحون ينقذون الجنود بحاله، الجندي هذول فيهم احساس، هذول لهم احساس، هذول لهم احساس. فسوى اللي هو اكثر فيلم ما في وايد حوارات بافلامه. لو تلاحظ لو تروح تشوفه الحين ما في وايد حوارات، كله فيجوال وكله لحظه الطيار شنو بيصير فيه، ما شنو بيصير. فهمتني؟ اي جميل. فهذا عن الحرب العالميه هو صح؟ الحرب العالميه وهي دنكرك اساسا هم البريطانيين خسرانين، فحب يجمل الخساره. يعني جميل. فهمتني؟ تجميل للخساره بطريقه معينه. حلو. ان يعني يعطيهم، يعني مشكورين جنودنا يعطيكم العافيه والله ما قصرتوا، ادري والله هارد لك بس بطريقه سينمائيه سينمائيه مرتبه شويه نوعا ما. هذا رايك للفيلم يعني عن الفيلم؟ هذا رايي بالفيلم. واتوقع يخاويني شويه اللي هو في اشياء وايد مالت حروب، بعض الحروب اللي موجوده هناك زي شلون تنقال بالسينما. صح مثل لازم اكتوبر وحرب عدل شلون تنقال سينمائيا. انت احنا ما راح نقول الاسم اللي ورا الكاميرا الحين، لا ندخل. لا لازم نقوله. لا ما له شغل مسكين ولا ثالث. زين على انت قاعد تقول ان بفيلم هذا دنكرك هو اللي دش بالايقاع، بس انا هم لاحظته بفيلم انترستيلر بسالفه لما بيحسسك باللقطه الشهيره لما يكونون بالكوكب الثاني ولما يعطيك بالايقاع احساس. هذه المعلومه اللي لازم اي واحد شايف. طبعا هذا زمر قاعد يلعب، زمر قاعد يحس ان هني اللحظه هذه تحتاج ان انا العب باعصاب المشاهد. شلون الحين انا بلقطه، انا حاليا بكوكب والعالم كله بمكان ثاني، ففي اختلاف بالوقت، اختلاف ببعد الوقت، يعني الثانية عندي عن الساعة هناك. فشلون اوصل هالاحساس بالميوزك؟ مو عشان شي قاعد لعب هو نولان قاعد يروح مناطق ما تم طرقها. بالك شوف انا ما احبه وقاعد اقول لك كذي. صح. فالمناطق اللي قاعد يروحها اللي ما تم طرقها اللي هي مي موجوده في اعمال ثانيه، اللي هو لحظه شلون سووها قبل، اوكي خلينا نسويها الحين. قاعد يروح اماكن هذا، فعشان كذي صار عنده حلول اللي هي اوكي خلينا نحط واحد يقول هذا يصير هو كنا المشاهدين، خلينا نسوي شيء. زين شلون اشرحها هذه؟ هذا ميوزك. وساعات في اشياء ترى تفلت منه لانه ما لقى حل. هو الفكره وايد حلوه وعظيمه بس ما في حل. ما انا اول واحد قاعد اسويها فما ادري. فهمتني؟ انا اول واحد قاعد اسويها فشلون اسويها؟ مثل طبخه جديده. صح.
فما كنا تجرب راح اجرب بسوي وكيفها عاد ضبطت ما ضبطت كذي. تنت انا في اعتقادي لازم اذكر محمد المنيس صديقنا مخرج الاعلانات وانت اشتغلت معاه منيس شاوت اوت. اي نعم. قال احنا شفنا الفيلم مع بعض قال نولان هني قاعد يحاول يقلد نفسه فهذه مصيبه يعني كنا واحد يبي يقلد نولان اوكي ايه فالفيلم ضاع اللي هو فيلم اللي كله بالعكس ونزل بوقت الكورونا. انت لما قلت لي عن الفيلم هذاك اللي بالعكس اللي لا هناك الاحداث بالعكس. هني مشهد كامل تخيل احنا طردنا قري شلونك انت كله قاعد يرد قري ولا قادر افهم الفيلم ما فهمته انا نفسي لليوم. شفنا الفيلم زين ايش تبي يا بابا انت طبعا ايش تبي توصل طبعا انت ما شاء الله هو عنده حظ حلو بس اخاف هذا الحظ ينتهي اللي هو كل ما يجي فيلم تصير الناس تسولف يلا شنو بنشوف شنو بيقدم لنا بس الحين بتدي شويه الرانك او هذا بدا يطيح شويه التوقعات قاعد تطيح وايد. الحين طبعا في ناس انصدموا اتوقع بعد اوبنهايمر اوه لحظه هذا فيلم عادي فيلم دراما هذا عادي اكو ناس دشوا شنو انا داش دوكيومنتري اكو هذا الحين خليني اجيب لك الناس المعصبه يعني في ناس معصبه شنو دوكيومنتري شنو هذا شيء يبي اكشن يبي في ناس حسوا انها دعايه 3 ساعات الاحساس مال التقطيع والمونتاج كنا لما تشوف دعايه ناقصها بس فويس اوفر ايه عدل فويس اوفر اللي هو اننا نعمل هذا لو تشيك على اللقطات وتاريخنا وهذا اي لقطه شيء من فوق على هليكوبتر تحس انه ناقص بس فويس اوفر بس صح. في ناس شايفين شيء انا قاعد اقول لك الحين بندش له الحين داشين له فتنت الريال اذته الكورونا انه ما كان في صالات عرض لما حتى انعرض بعدين الناس ما فهموه وحييه انه قدر يطلع منها بسرعه ويسوي اوبنهايمر لان اذا واحد نجح النجاح هذا كله بالافلام اللي قبل وسوى فيلم كذي وفشل انا اتوقع لا يعني صعب انه يسوي فيلم ثاني بسرعه. اي هذه اخره خلاص لا اوبنهايمر بغض النظر قبل لا ندش له بس شيء خلينا هذا قد يكون مو احلى فيلم شفته بحياتي بس فيلم جيد فيلم زين ما نقدر هذا قاعد تنزل انت فيلم جيد فيلم زين فيلم عادي بتقول لا يعني قاعد تنزل لا فيلم زين اي بس ما اقدر اشوفه مره ثانيه متعب ايه. طلعت من الفيلم انا تعبان عور راسي كميه المعلومات اللي موجوده ولازم الاحقها عشان الحقها صرت اني قاعد اركض بالفيلم انا جاي ارتاح. شوف هي هني النقطه اللي الناس يتهاوشون عليها بس ترى بلشنا اللي يسولفون عنها بسالفه اوبنهايمر قول لي اللي يقول لك انه هو يعني القوه اللي فيه مو بعيدا عن انه يكون قوه سينمائيه واخراجيه وتمثيليه وتلوين وميوزك وكذي بس هو القصه نفسها انها الناس نسوها انها اختفت يعني هي القصه من قبل 80 سنه صايره ولا شيء كذي وقصه مفصليه في الحضاره اللي احنا عايشين فيها صح. ان من بعد ما كانت الحروب وندش ببعض ونطق ببعض عمياني كذي قمنا لا قمنا احنا وصلنا ليفل عادي ننسف بعض بلمح البصر فايش رايكم نحط معاهدات ونبدي نبلش صلح ونبلش وكذا فكانت نقطه مفصليه بحياه البشر صح الاختراع القنبله هذه. بس في شيء غريب ما ادري اذا لما شاء الله الفيلم طويل ما ادري ذكر ولا لا ترى هم القنبله الذريه لما قطوها ترى ردا على بيرل هاربر صح انذكرت ولا ما انذكرت ميناء بيرل هاربر اي هذا وينه باي منطقه هذا بامريكا حلو اليابانيين كان لاحظ انت كان اليابانيين هم كل طبعا الالمان خلصوا انتهينا منهم بس اليابانيين صاروا مداحرين الامريكان ند بينهم فقاموا شو يسوون هذه بيرل هاربر الفيلم مشهور ما شفته مال بن افلك لا اوكي اي الافلام اخراج مايكل باي هذا تسوى ما ادري اي سنه نسيت بس يعني صار له فانا عرفت قوه الافلام الافلام تخليك يعني احداث تاريخيه تترسخ بمخك فقوته بهني ان هالحدث التاريخي خلاه يترسخ بمخي باخراج صح بتصوير صح. بس خليني اقول لك سالفه بيل هاربر اللي هي خلت بعدين يقطوا هم بس غريب انه ما انذكرت بالفيلم او يمكن انذكرت بس يمكن ما شاء الله من كثر المعلومات اذا انذكرت بس انت تدري شنو صار لا خليني اقول لك بيل هاربر قلت لك ميناء في سفن امريكان حلو ومعسكر عود هو قاموا اليابانيين شو يسوون يطرشون طياير الطيار ما عنده صاروخ ويقطه لا هو ينقط بعمره هو يفجر عمره مع طيارته صاير ميان فلعنوا خير الميناء هذا يعني بطوا بط فصار الرد عليهم
بالقنبله الذريه. هني وقتها اتوقع اثناء اللويا مالت بيرل هاربر كان صاحبنا قاعد يشتغل اللي ما يدري انه مسوي قنبله، اللي هو اوبنهايمر اللي صدم بعدين فجاه. انا ما ادري قالوا لي قنبله مو قنبله. حتى لاحظ اللحظه الاخيره اللي بينه وبين اينشتاين، ان اينشتاين زين يا اينشتاين انت قاعد كل هالفتره وهذا يصلح اللي شو اسمه، يعني انت تدري ان انتم بتسوون قنبله وين يعني لما هم قاعد يسوونها. السؤال هذا صدق انا سؤال وين بتجربونها؟ وين بتجربونها يعني هاي وين بتتفجر؟ يعني هل راح تفجر تسوي ورد؟ هل راح تفجر تسوي شراقيات يعني يعني ما ادري فهمتني. هذا اللي طالب منك انت يعني الجيش طالب منك انت. واللحظه الاخيره بس بيوريك ترى ان علماءنا حبوبين هذول ترى حبوهم. لا ما لكم شغل ترى اثنيناتهم كانوا مو راضين. هذاك داوني جونيور وهو اللعين. بس شنو هو يقول لك هم يعني على اساس يبررون له، هم الحين يبررون الموقف اللي هو سواه او انه يعني عشان شوي تتعاطف وياه او على الاقل يقول لك هذه وجهه نظره هو ان اذا انا ما سويتها غيري بيسويها. لان هي مو بس امريكا اللي كانت قاعده تحاول تسويها، حزتها كان في سباق. الحلفاء كلهم ملوت الحرب هذا الكل قاعد يحاول يوصل حق هالقنبله. فكان لابد. الحين احنا ما نبي نتطرق عن الحدث نفسه، نبي نسولف عن الفيلم. انا ودي اتحكي عن اشياء حبيتها بالفيلم وان شاء الله انك انت يعني انا ودي ابلش لك باشياء ما حبيتها وابيك تعلق عليها. اوكي ايش رايك نبلش بالحلو؟ لا خلينا نعطيك الخايس عشان لانك راح تلقى لي الحلو فيه ان شاء الله. ان شاء الله. الحين ترى انا شايفه قبل 3 أسابيع فانا ناسي، بس يعني بسترجع معك ان شاء الله راح تقدر. توك شايفه. انا بتكلم عن شيء وايد لاحظته فيني انا بالفيلم نفسه. الحين الفيلم عن اوبنهايمر اللي هو الشخص اللي هو الاب الروحي للقنبله الذريه. نعم. وبالبوستر مال الفيلم القنبله الذريه منفجره وراه وشحالاتها الزينها حمراء. معلومه سريعه، القنبله انفجرت بالفيلم بالليل، بس هي بالواقع بالصج هي انفجرت الصبح مو بالليل، بس قرار جمالي سينمائي على اساس انه تبين الانفجار بالليل فراح تشوفها بالليل. بس هي بالصج. شفت انت المشهد اللي قبل لما جربوا قنبله صغيره شي ما يونس. النهار لقطه النهار صح ما تونس. تبي ظلمه. هذا مبين قرار نولني اللي هو احلى. راون اياها بنص الليل شي فجاه تطلع عشان تبين فجاه تشوف نور احلى. وهذا البوستر مال الفيلم، وتقعد تقريبا لين توصل 1.5 ساعة إلى 2 ساعات من الفيلم بعدين تنفجر قنبلة. حلو. بعدين خلاص فلت منك أنا كأحمد كمشاهد. بعد القنبلة؟ بعد القنبلة خلاص. يعني ليش قاعد أنا ما أدري ليش قاعد. عرفت نفس إحساس يعني لما شفت Game of Thrones. أنا طول المسلسل ناطر الوينتر هذا. Winter is coming 8 سيزونات ما 9 هم وصلوا 8 ما أدري. و8 سيزونات ولا 9 سيزونات. بآخر سيزن بثاني حلقة ولا ثالث حلقة زحلق لك الوينتر كذي اللي ناطر أنت 9 سيزونات صار بحلقة واحدة. مشكلة كتاب هني وقتها. وخلص الوينتر وبس خلاص. بعدين أنا ليش قاعد عرفت؟ أنا طول الدنيا ناطر هاللحظة. فنفس الشيء مع الفيلم من 2 ساعة تقريبا بين انفجرت قنبلة بين في ساعة كاملة. هي عدت بسرعة صدق بس ليش قاعد أنا شيء جايني هالشعور هذا أن مفروض هني خلص الفيلم أو بعد الانفجار ب10 دقائق خلص. بس هو يبي مو أكثر. هو يبي يوثق وأنا حبيت بعد الانفجار لأن بالبداية كان تأسيس صح. بعد الانفجار صارت النجرة اللي هو هذا داوني جونيور يبي يقلب عليه الطاولة يبي يقلب على اوبنهايمر. طلع الكل قالب عليه مسكين هو بعد مو بس مسكين. شوف قاعد أقول أنا مسكين خلاص لأن أنت تعاطيت معاه خلاني أتعاطف معاه. وفي نقطة وايد حلوة على سالفة الأشياء الحلوة اللي بذكرها. هذه نقطة مهمة. ليش في أسود وأبيض وليش في ملون ألوان؟ أول شيء عشان حق اللي يحبون نولان في فيلم اسمه JFK عن مقتل كينيدي عادل مسويه أوليفر ستون مخرج وايد مهم بس للأسف بالفترة الأخيرة مو قاعد يخرج. وكان بطولة كيفن كوستنر. فيلم كله عن محقق أو فريق محققين يحققون في شلون صارت المؤامرة هذه مالت مقتل جون كينيدي. حلو. وكان فيه ألوان وأسود أبيض. فالمخرج كان يقول وجهة نظري هي الأسود أبيض والألوان هي اللي إحنا سمعناه من الجرايد ومن الكتب. أوكي جميل. يا الحبيب عشان لا تنتسب له. ما مو هو أول واحد سواها. أوكي نرد مرة ثانية. نفس الموضوع. لأن في محبين هو لا سوى شيء ثاني وحلو. الأسود أبيض كنا نشوف داوني جونيور هذا اللي هو ايرون مان. صح. هذه وجهة نظر ايرون مان لما يسولف عن
كنا نروح كان دائما يروح اسود ابيض عليه هو بس. هذه وجهه نظره ضد اوبنهايمر. الالوان اوبنهايمر وجهه نظر اوبنهايمر نفسه. هذا لغه اخراجيه حلوه، انا هذه احيي فيها الحقي، تحيي فيها، بس انه ما تعطي لك كريدت. انا ما اقدر اعطي كريدت، بس قلت لك انا احترمه. اي صح بس والله كل هذا واحترمه وما احبه ما يصير. كنا ما عندي سالفه، كنا ما عندي سالفه. لا هذا يسمونه الحب العنيف. انت تحبه بس تبي سوي اللي ابيه انا. قاعد تزفه زين. طبعا لاحظ انه اول مره يسوي سيره ذاتيه اللي هو ياخذ شخصيه حقيقيه. ادري ان دانكيرك حدث حقيقي بس مو قصه شخص معين يعني. عنده مليون، عنده كذا شخص قاعد يتكلم عنهم، بس هو اهم شيء البطل ماله هو حدث مال دانكيرك. فموضوع ثاني، لكن اول مره هو يستلم سيره حق شخص، سيره ذاتيه يعني، وهي مو سيره ذاتيه كثر ما هي خذ واحد معروف او يعني عنده قصه وتكلم عن لحظته في صناعه القنبله الذريه. في نقطه على سالفه انه انا ما ادري، هذا اللي هو اوبنهايمر حط لك اياها لما سمم التفاحه. ترى تسميم التفاحه وبعدين بسرعه راح وخذاها قبل عشان بالدكتور اللي ناشبه بالبدايه. في دكتور بالبدايه قاعد احاول اجمع اللقطات بالبدايه يعني. انا شفته كله ولا نمت ما ادري عنك. بالبدايه في دكتور ناشبه وهو كرهه وبهذله قدام الطلبه فكرهه، فلقى تفاحه موجوده يعني بعد ما مشوا الصبيان وهذول الطلبه، فقام حط مثل سممها بابره وراح فكر. بعدين لما رجع ثاني يوم شاف التفاحه على وضعها، وكنا الدكتور كان بياخذها لهذا، بس صار بحوار وياب له واحد يعرفه عليه. لحظه، فبسرعه راح وقط التفاحه يغير رايه. فهذا قاعد يوريك كنا فكره القنبله بس على سمول سكيل شوي. انه لو وده كان شالها وقطها، كان وده وهذا، بس صار موقف معين وهذا. بس عنده يعني ما ادري اذا هو قصده انه عنده روح انتقاميه، ما ادري. هو بيقول لك انه عنده روح انتقاميه وبنفس الوقت عنده تعاطف، يقدر يعني عنده العاطفه هذه موجوده، مو عديم رحمه. في مشهد وايد حلو اللي هو مشهد اللي كنا قاعد يسمعنا صوته لين وصلنا له، اللي هو مال طق الريول لما راح قاعد يحيون الفريق. زين، بس اللي قاعد يصير هدوء، اللي قاعد يصير هدوء، وبعدين شافهم متزلقين لانه قاعد وحط لك اصوات هيروشيما الناس وهي قاعد تصارخ. هذا شيء اخراجي صح. وايد حلو وتعبير سينمائي جميل، وما يسويه الا الجميل. اوكي. فهو شلون ان التصفيق والتشجيع قاعد ينقله، قاعد يحييك. بس ترى انت في ناس ماتوا، بس ليش قاعد يحيونك؟ انت قاعد يحيونك، اسمع صرخاتهم. حط لك انه في صرخات مالت اليهال والناس اللي تضرروا. هذا اقوى تعبير سينمائي رائع جميل. وهذا كيليان ميرفي انا اتمنى انه يعطونا شيء، لانه تمثيل وايد عجيب. الهدوء ماله، راضي بكل الألم اللي قاعد يجيله، راضي بالتحقيق اللي قاعد يحققون معاه، ساكت خلاص خلصوني، وين تقطوني وين ما تبون، أنا راضي. لا والله هو كريستوفر يعني ينحسد على التحليل اللي قاعد تسويه انت حق فيلمه. البعد اللي قاعد توصله انت في نقطة وايد التحليل صح. أحمد الحين بناقش شغلة بعد حلوة. المشكلة الناس أو أغلب اللي يحبون السينما وهذا تحس إنه هو متعصب. أرجو إن ما حد يتعصب يا جماعة، عادي. أنا أشوف اللي أحبه واللي ما أحبه ترى عادي، لأن السينما فن. بس هذه النقطة بعد. يمكن أنت لأنك مخرج فتواجه صعوبات مع المتعصبين. يعني أنا ما واجهت متعصب بحياة. ممكن حق دي سي ومارفل ألقى متعصبين. احنا في عالمنا في متعصبين وايد، اللي هي متعصبين إن هذا اللي تسوونه خرابيط، احنا اللي نسويه أهم. أنت ما يشوفك مع أن أنا مو مع هالكلام، لأن هاي خرابيط بالنسبة لي. إن شنو تشوف خرابيط؟ وهذا اكو افلام قاعده توصل وتروح وما فيها هالجو اللي انت جديد ومدرسه جديده. انت ايش قاعد تقول؟ انت بعالم ثاني. مونتاج الفيلم سريع، حوارات قاعد تشوف حوارات، بس قاعد ينقلك من مشهد الى مشهد. عادي تشوف تحقيق، بعد تشوف مشهد فلاش باك، بعد ترجع على التحقيق، ترجع على شيء صاير، بعدين ترجع مره ثانيه على التحقيق، وتفهم كل شيء. صح. ادري ان ضيعنا وايد لان لنا اسامي وايد ممثلين وايد نجوم وايد. صح. في شيء حلو بعد لاحظته وعجبني وايد بالمونتاج، ساعات يحط لك مشهد يسولف وهو مع واحد ويقول لك فلان الفلاني، قطعه بثواني يوريك فلان الفلاني، بعدين نرجع الحوار لا تنسى عشان تعرفه ترى هذا اللي طلع له في المعمل. بس شي لفه راس شي هذا فلان الفلاني، ترى فلان الفلاني يعني وقال لي احنا نسيناه، وهو يدري هذه الاضافه، وهو يدري انه ترى ترى يا جماعه مرت ساعه على فلان الفلاني اكيد ما.
هذه الفريم اللي هو كم ثانيه فريم مونتاجي، هذه انا عشقتها يوم شفتها. وهذا إيه. شيء جديد وهو يسويه؟ لا مو جديد، ما هذا يسويه حل. قبل؟ إيه. هذا حل جميل ولايق وراهم مع حاله المونتاج اللي هو قاعد يسويها. صحيح. وايد كنا من اقوى الاشياء اللي حسيتها كاخراجيا لقطه التصفيق اللي قلت عنها ونقله الاحساس وصوت القنبله. صوت القنبله صوت قنبله تالي اي لا فيزيائيا هذه فيزيائيا تالي هذه عجيبه. الصوره تسبق الصوت. صح. فهي انفجرت تنطر تنطر. حتى مصوره فيديو مسجلها. ولما تجيك لا احساس القنبله ياك انت ما سمعت صوت قنبله بس ياك الاحساس انه بعد الانفجار تجيك. هو شاطر في هالسالفه وقالها بشكل زين. التمثيل ايش رايك؟ لا خيالي. هذا هو نفسه مال شو اسمه ميرفي كيليان ميرفي اللي هو مال بيكي بلايندر بيكي بلايندر. يعني هو بعد انت صدق متابع قوي حق المسلسلات. قاعد اقول لك اداء اللي هو متقبل كل البؤس والاسى اللي جايله، وعلاقه مرته وعلاقه حبيبته وما ادري شنو، ومرته يأس قاعده يمه ورا هو لان يعني هي هم قصته هو اوبنهايمر الحقيقيه هم يعني تثير الاهتمام. اكيد فهي القصه قويه اوريدي. يعني في نقطه بعد هو يسويها وايد بس سواها هني بعد، اللي هي لما اول ما يابوه هذا جونيور يابه وقال له ترى قاعد بالحديقه اينشتاين روح له سلم عليه، وراح له وهذا قاعد يمشي لحد ما وصل له وهو راح له، بعدين طاح الكبوس وما ادري شنو. ترى هاي اللحظات قد يكون ما صارت بس هذا قرار نولني عشان يثبت لك اياها مع الختام. انه شفتوا اللحظه هذه ولما جاء وما سلم على جونيور، اللي هي اللحظه اللي بعدين اكتشفناها بنهايه الفيلم، اللي هي ان ترى الجماعه يبون يستخدمون قنبله غلط. انا ما ادري شنو الصح مالها بس يبون يستخدمون هي قنبله. وين الصح؟ انا ما لحد الحين ابي انا اجابه. اتمنى ان يقولون لنا اياها الناس، لان ترى هذا حد مخنا كان في مشاهده الفيلم، فما ادري. شوف يمكن تفيدونا. علميا استعملوا اللي سواه اوبنهايمر واللي وصل له اوبنهايمر. هم قبل مناجم كانوا يفجرون مناجم، ما ادري بس مو نووي. لا مو نووي كان بالديناميت. قصدي فكره الانشطار النووي اللي يتولد عنها الانفجار النووي اللي هي قنبله اوبنهايمر. صح. استعمل في الطاقه النوويه اللي هي تصير عندنا هي موجوده باكثر الدول، ما عندنا اياها بالكويت. اوكي. اللي هي الطاقه النظيفه. أوكي. تولد حراره عاليه بس هذه ما تصير من الدرب. يا حلوك. لازم شنو؟ لازم يعني تكون في مفاعلات، وفي مفاعلات انفجرت مرت على ما ادري اي دوله. انا نسيت انه مهندس يا جماعه، انا ناسي سيطره. فشو شلون عشان تستانس باوبنهايمر. لا بس هذا الاستعمال موجود، بس حزتها ما كان مسوينه حق حرب، بيور حق حرب، عشان تهاوش، عشان انخرعك خلاص اوقفك عند حدودك، ما تعدي حدودي، ما زين هدد قبل لا تفجر. وطلع حكي على سالفه التهديد. ان اساسا يقول لك بعد اللوية اللي انت قاعد تقولها كانت بين اليابان وبين امريكا، كان انه يقول لك الدراسات تقول انه كان بالمقدور انه يخففون من الموضوع هذا، انه ما توصل انه يذبحون 250,000. ترى ما ذبحوا وايد على فكره، قنبلتين 250,000. يعني انت تشوف ابسط حرب يموتون فيها اكثر من 250,000. بس مو وايد، بس هذيلا 250,000 مدنيين ما لهم شغل بالحرب، وانت نسفت مدينتهم من عرجها. هم مو محاربين وعلى الجبهه ذبحتهم انت ولا شيء، انت داشهم وناسف مدينتهم كبرها. فالخسائر مو بس نفسيه ماديه. كم سنه كنا يلا راح منها الشعاع؟ ما يروح يبي يمكن 10,000 سنه ولا شيء كذي. خلاص ما حد يزور هذه المدينه الحين خلاص. صح. تصير بس حق سياح، ومو سياح يعني، قصدي حق دراسات. صح. وتلبس اللبس الكامل وهذا ودش تسوي دراسات الداخل. مصيبة. فهي قنبله مو بس تذبح المكان، تنهي المكان من الوجود، الكره الارضيه ما حد يدشه. اشعاعات الى الابد تم فيها. مصيبه. هيروشيما. وثانيه بعد هي هذه هيروشيما كنا ذبح فيها 7. لا انت شفت المشهد اللي 120 مليون اللي هم قاعدين وهو وياهم ويتناقشون اي مدينه. وهذا العود قاعد يقول لا هذه مدينه رحت ويا مرتي كانت حلوه، لا تقطون القنبله فيها. اوف صدق ذكروني شلون الكويتيين لما يقعدون يسولفون مع بعض اللي هم يعني تحس شيء. لا مو هذه يعني شلون قاعد يتكلمون انه راهين اوف. بس اسمع، بس يسولف انجليزي. يسولف انجليزي. بس في عندنا شيء كويتيين يسولفون كذي يعني.
هي وكل رهات يعني، وكنا البشر هذول عباره عن نمل يعني. أو انت مو هني الموضوع، انت ما حس بقيمتهم البشر هذيلا النمل، خصوصا العلماء يعني يعني هذا ما اخترع القنبله لان دولته محتاجه صح. الاختراع، لا صح. لا، ولا انهم اذا ما اخترعوها راح يخسر، لا، جات له الفرصه انه يسوي اكتشاف علمي. اوكي. فهو بيحط كل ما وراه دون اساس يوصل هالاكتشاف ويسبق باقي، هو بسباق غير عن اللي ماخذته دولته حرب يبي يغلب الروس، يبي يغلب الروس علميا لا اكثر ولا اقل. فلما صارت صجيه لما انفجر قدامهم القنبله، يقول لك هني حس فيها على ارض الواقع، حس بحرارتها، حس بدنيتها، الصوت، رجفه الصوت، فهذا اللي يدخلك الواقع شوي. الموضوع كنا صج يعني مو بس ارقام تتسجل وخلاص. اللحظه هذه اللي خلاص العسكريين يو خذوا القنبله ويعطيك العافيه، بس ما قصرت، وهو شي قاعد يطالع والسيايير رايحه من بعيد. شوف انا شفت حلقه حق الدحيح برنامجي المفضل، جاب نقطه عن القنبله هذه، اول مفهوم القنبله النوويه. أوكي. لان حق فتره كان الصواريخ النوويه موجوده بجنطه، يتمشى واحد يتمشى مع رئيس الدوله ويبطلها ويدوز دقمه واحده ويدز الصاروخ النووي. طبعا مو بهالسهوله، بس الفكره ان المفتاح بيد شخص واحد وما راح يسويها الا بدوسه واحده. فما ادري منه ما بياخذ في هي حلقه اوبنهايمر اللي وده يشوفها بالدحيح. فسولف عن اقتراح كان حق هالقضيه، انه بدال لا الصاروخ ينطلق مجرد جنطه يبطلها الرئيس ويدوس دقمه، لا، الصاروخ الشفره تنحط بكبسوله، والكبسوله تنزرع يم قلب واحد متطوع. حلو، تنزرع يم قلبه، وهذا الشخص المتطوع يرافق الرئيس وين ما يروح. في حال اضطر الرئيس انه يدز صاروخ نووي، يطلع سكينه ويشق قلب المتطوع هذا عشان يبين لك القرار صعب جدا. قرار انك تدز صاروخ نووي ما لازم يكون بهالتفاهه وهالسهوله بدقمه واحده بس، لازم تصعبه توصله هالليفل انك تذبح واحد وتطلع الكبسوله من يم قلبه وتشوف الدم، وعلى اساس انه تعيش الموقف، لان في ناس بتموت وتتطشر وتاخذها وتحط الشفره وتدز صاروخ. فطبعا ما راح يصير يعني. هذا الاقتراح يبي يوصل الموضوع بس يبي يوصل فكره ان موضوع صاروخ نووي مو لعبه، وما لازم يكون بالبساطه والسهوله، لان على العلم اللي انت عندك اياه انه مهما ايش كثر ينسف هو النووي، بس الآلية هذه البسيطة انك تدوس دقمة واحدة ويطير ما راح تحسسك بالاحساس نفسه. فتقريبا انا قاعد اقول لك لا نلوم اوبنهايمر انه ما حس بالاحساس قبل لا تنفجر القنبله. كان شيء جديد بعد عليه. اي كان شيء كومبليتلي جديد، والحجم الانفجار كان بس بالارقام، مو صح. ما شاف انفجار صجي بهالليفل هذا. ما شاف. هذه كانت ففيلم اوبنهايمر ترك بصمه. فيلم مهم بالنسبه لي، مهم جدا، لانه اعاد حقبه تاريخيه قد تكون انمحت او انه بس موجوده بالدراسه، بالكتب الدراسه. فشيء جميل ان ترد تنعاد مره ثانيه، وان احنا نتم اجيال لقدام نسولف عن اوبنهايمر والقنبله النوويه. جاب لنا اياها كريستوفر بطريقه حلوه، مثل ما انت شرحت لنا كريستوفر اليوم وبطريقه جميله جدا. احب شلون شي تعيشنا اجواءك السينمائيه. اتمنى أنا يعني ان الناس تستانس. لا نعم، انا متاكد ان الناس تستانس، وهذا وانا ما احبه قاعد اسولف عنه كذي، فما بالكم اللي احبه واسولف عنه. حلو سامحونا اليوم في شويه. لا مسموح اخوي. عطنا بس الحبيب اللي هناك. ودك تقول شيء حق لحظه. اشكرك. ماشي يعني نطروا متابعين، نطروا يوم الكحه مو طبيعي. عين ما صلت النبي عين. إذا استانستوا بالحلقة والله عطونا كومنت، عطونا شيء، نتمنى تعطونا رايكم. وإذا ودكم نكمل الحلقة وندش شنو سميتها، سبين اوف. والله كيفك، سبين اوف عجبتني انا. سبين اوف كوب تفلسف، كوب سينمائي، وحط ما ادري كيفك ما ينزل مع الاكواب العادية، ينزل جانبي، ينزل اسبوعي، ينزل شهري، ما ادري اقترحوا لنا يا جماعة. احنا كل فترة بدون تايم اتوقع، خلها كذي متى ما جتنا فكرة حلوة. احنا مبدئيا اذا ما جتنا اقتراحات مبدئيا نعتمد على الحماس اللي من بيني وبينك من ناحية الافلام. نزل فيلم مهم نسولف عنه. صحيح. باربي قريب شد حيلك. باربي اذا تبي، بس باربي احس يعني مو جونا. لا باربي لا ابعاد ثانيه غير الفيلم نفسه. اوكي بس لازم نشوفه. لازم لان باربي هو مو فيلم منتظر،
يعني انت تعرف قصه باربي قبل الفيلم لا ينزل؟ انا اللي خبري لعبه هي بس لعبة. لعبه مالت البنات. وصار عليها فيلم أي. وسوى كل هاللغط. أي. وتقريبا نوعا ما طاف اوبنهايمر بمبيعات. اي لا خلاص الحين نسى اوبنهايمر. اي اوبنهايمر انا وياك بس قاعد نتذكر. لا ما حد قاعد ما يشوفه. حد يدري. لا كل يسولف عن باربي. كل من صاير وردي. ايوه اي لا فيبي لنا حلقه عنه الوردي هذا. أي. ودك تقول شيء حق الجمهور قبل لا والله نختم؟ اول شيء شكرا مره ثانيه لكم. مهم. في نقطة بس مهمة أنا قاعد أسولف ويا أحمد، أنا كاتبها هني اللي هي يعني نصيحه خفيفه. هي مو يبقى لا نسميها نصيحة، خلينا نسميها بس من محب على قولتهم، كلمة من محب للناس للمتابعين اللي يتابعون أفلام. يا جماعة الخير قلب جد لا تصيرون قلب جد لا تصيرون متعصبين حق أشخاص أو صناع أفلام بأن اللي أي شيء يسوونه هو حلو غصبا على اللي ما يرضى، وحتى لو يتم انتقاده شوية خلاص أنا واحد أحب سبيلبرغ وأموت فيه بس أدري أن عنده أفلام خايسة، أدري عنده أفلام مو حلوة، وهذا من الطبيعي. أي فنان في العالم سواء مخرج مغني أي شيء أكيد عنده أعمال حلوة وعنده أعمال مو حلوة، وهذا أمر طبيعي. هذه الحياة طبيعية للفنان. فأرجو إذا بتعصبون تعصبوا للقصة، القصة حب القصة أكثر مالت الفيلم، هني تعصب. بس لا تعصب لي عشان هذا سواها بالطقاق. أنا شاكو فيه، أنا بالنهاية بدش والله بالطقاق ايش فيني والله صح والله صح. أنا بدش متأثر وياك أبي الفيلم بشوف الفيلم، مو بقعد أتجمل في كريستوفر عني كريستوفر نولان قاعد بيتهم ما يدري عن هوا داري. أهم شيء الفيلم. أنا استانست، كليت بوب كورني، شربت وسي، مستانس، طلعت من السينما فرحان، شفت فيلم حلو، هذا اللي تعصب له. وتحياتي. شو مخ سينمائي تعبير سينمائي كيفك بس شيء حره. وانت اللي يعني انت منبر الحين لازم انت حكي واللي تقبلنا اهلا وسهلا. زين الحين انا باخذها على مثال فيلم مخرجك المفضل هذا سوى فيلم انت عجبك وانا ما عجبني، انت تكرهني؟ لا غلط ترى، اكبر غلط. تشوفني حمار ما افهم بالافلام. لا اعوذ بالله، لا اعوذ بالله. فمو معناته الشيء اللي غيرك ما يحبه او اللي انت غيرك يحبه وانت ما تحبه يعني ما يفهم. مو عربي وقادسيه ابدا. صحيح ابدا. يعني الرياضه شيء وعشق الافلام شيء ثاني. حتى العرب القادسيه لا تعصب يعني بس قصدي عليك في الرياضه التعصب موجود. صحيح. ما تقدر تشيل الرياضه عن التعصب بالرياضه. بعدين شيء ممتع حق الافريقيا قاعد نحل الرياضه حلو. بس يعني ماشي يلوق هناك اكثر من الافلام عباره عن قصص وايد يا اخي استمتع فيها كلها. لا تقلقص بنوع معين بعدين يصير فيك كنا هذا حلو، لا بس انا لازم يصير هني. راح يصير كلهم كذي. انا وايد اعرف ناس والله العظيم يفاجئني لما يقول لي تصدق ذاك اليوم هو يطالع افلام صعبه، يتفاجئ لما يقول لي تصدق ذاك اليوم حطوا ببي سي 2 والله فيلم كذي، فيلم حيل كوميرشل يا جماعه، حيل كوميرشل. اني قعدت اندمجت كان دمجت. إذا ريح نفسك. انت منو اللي قاعد تسولف عنه؟ حسك لا وايد انا ترى مختصر لك لا انا قاعد اقول لك انا قابلت ناس وايد، انا مو عندي ناس قابلت ناس وايد في حب نفس الافلام. الفكر يحملون. في ناس عندهم فكر واحد اللي هو لازم كذي عشان انا اصير في مجتمعي وايد عظيم. هذه مالتنا وايد مهمه. انا مع ان نريح نفسك، شوف كل انواع الافلام، تقبل جميع التجارب. وعادي تقول عن افلام كريستوفر نولان مو حلوه ما راح يقولون عنك الناس غبي. انا قاعد اقول لك ما احبه بس شو السوالف؟ انا استغربت من نفسي ان انا قاعد اسولف كذي. رد شوف حلقتك وراجع نفسك مره ثانيه اذا تحبه ولا لا. ارد واكرر، احنا اليوم انا درست دراسه بس عشان اقول حق احمد قبل لا اجيله في اني انا احلل واعطي الرجال حقه كسينمائي مؤثر في عالم صناعه الافلام. شكرا. ان شاء الله نشوفك بالحلقه الجايه اللي راح تسولف لنا فيها. انا ناطر الحلقه اللي بتسولف فيها عن مخرجك المفضل ان شاء الله. اذا هذا تكرهه وشي سويت فيه لا مخرجك المفضل ايش بتسوي ان شاء الله. شكرا على تواجدك المره الثانيه، واتمنى ما تكون بس الثانيه والثالثه والرابعه ونقعد اذا الناس يبوننا حاضرين ان شاء الله. اقترحوا لنا اسم حق الفقره، ما ADHD سينمائي مثلا، يعني اللي تبونه. اقتراحاتكم كلها راح نقراها. شكرا عمر وجودك ويانا، الحمد لله على السلامة بعد ردتك من الإجازة، ونشوفكم الأسبوع الجاي. فريقنا اليوم بس عمر. شكرا عمر بروحك، شكرا الباقي ما حد فيكم. شكرا. السلام عليكم.